بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الاخبار؟ هنخش على الاسترشادي السابع باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا السؤال الاول شابتر 1، طبعا اول 4 اسئله شابتر 1 زي ما انت عارف. بيقول لك 7 lamps are connected as shown in the figure. If the lamp indicated by the arrow burns out، اللمبه اللي متشاور عليها بالسهم دي يا رجاله اتحرقت. The number of lamps that remain illuminated is، انهي اللمبه اللي هتفضل منوره؟ طبعا يا رجاله طالما دي اتحرقت فالسيريس اللي معاها اتحرقت، يعني دي اتحرقت فدي برضه اتحرقت، صح الكلام كده؟ حلو. طيب فالكرنت هيطلع، طبعا خلاص السير كده مش موجود، هيمشي. انت ممكن تتلخبط وتقول لي يا عبد الله هيجي هنا يتقسم، الحقيقه انه مش هيتقسم يا رجاله، ليه؟ لان دول كده بقوا اصلا بره السيركت، يعني الكرنت لو هيتقسم طب هيروح فين؟ هتقول لي يا عبد الله هيروح كده وهيروح كده، طب ماشي، ما هم دول هيلغوا بعض يا وحش، صح ولا لا؟ يبقى اذا فاللمبه دي برضه مطفيه واللمبه دي برضه مطفيه، فكده في كام لمبه منوره؟ 3. طب عبد الله انا مش فاهم قوي حته ان هو مش هيتقسم. بص دلوقتي كأن المساله عامله كده، خلاص السير كده اتشال، حلو يا رجاله، فانت عندك مربع عامل كده اهو، في لمبه هنا وفي لمبه هنا وفي لمبه هنا، حلو كده، ودول بره. طب لو انا عايز اجيب الايكوفالنت بتاع الاثنين دول يا رجاله، ما هي اللمبه بار، ار بارل مع ار بهاف ار، يبقى كانك عندك ريزيستنس بره كده بس بهاف ار، او لمبه هنا. الحقيقه ان اللمبه دي مش من ضمن السيركت، لان انت ضميت دول، مش انت اختصرت دول بارلل، بقى السلك طاير بره كده، وده مش كلوزد باث، فالكرنت مش هيدخل فيه اساسا. يبقى لا اما انك تفهمها ان دول كده كده هيلغوا بعض او هيتلغوا لان مفيش كرنت جواهم، لا اما انك تختصرهم وتعتبرهم سلك طاير في الهواء كده، فبرضه الكرنت مش هيعدي جواه. يبقى اذا عدد اللمض اللي هيفضل منور 3. ماشي. بيقول لك metallic wire has resistance 5 ohm. حلو. if the wire reshaped so that، خلي بالك reshaped، ماشي، so that its diameter is reduced to half its original value، الديامتر قل للنص. يا ترى the increase in resistance بكام؟ طبعا سيادتك عارف ان stretched زي compressed زي remelted زي reshaped reformed wrapped drawn folded pulled، كل هذه الكلمات تكون الريزيستنس دايركت مع اللينث سكوير، وانفرس مع الاريا سكوير، وانفرس مع الراديوس باور 4، وانفرس مع الدايمتر باور 4. حلو الكلام. فهو قال لك الدايمتر قل للنص، حلو، بما ان الدايمتر قل للنص يبقى الريزيستنس هتزيد باور 4 بقى، تبقى تزيد 16 مره. حلو، هتزيد 16 مره، هي كانت كام؟ هي كانت 5، يبقى 5 ملتبلاي 16 تطلع لك 8 يا رجاله. ما تبقاش متسرع بقى وتختار 80، دي غلط. ليه؟ لان هو بيقول لك عايز انكريز ان ريزيستنس، الزياده اللي حصلت في الريزيستنس كام؟ هو مش عايز الريزيستنس بيكمز كام؟ لو عايز الريزيستنس بيكمز كام تقول لي 80، هو عايز الريزيستنس بكام؟ اوكي، او الزياده، مقدار الزياده، هي كانت 5 بقت 80، يبقى مقدار الزياده 75. فهمنا الفكره؟ ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك the figure represents a lamp whose filament resistance، يبقى الريزيستنس بتاعت الفيلمنت يا رجاله ب3 with several possible current paths، مديك the power dissipated in the lamp، عايز الباور. طب خلاص ريزيستنس اللمبه بكام؟ ب 3 اوم. حلو، هات الكرنت اللي في اللمبه، طبعا دي فيرست كيرشوف لو كي سي ال. يلا طبق كي سي ال هنا يا وحش، النقطه دي خرج منها 4 وخرج منها 3، يبقى داخل لها 7 امبير. طب النقطه دي داخل 9 خرج 7، يبقى فاضل 2 امبير. طب النقطه دي دخل 2 يبقى يخرج 4 امبير، يبقى كده اللمبه جواها كام؟ 4 امبير. يبقى الباور بتاع اللمبه طبعا اي سكوير ار، ده الرول، يبقى 4 سكوير ملتبلاي 3، يعني 16 ملتبلاي 3 تطلع كام؟ 16 ملتبلاي 3 48. ماشي، ده الاجابه. السؤال اللي بعده بيقول لك the figure represents closed circuit containing 2 batteries, one of which has unknown electromotive force، ماشي، اللي هي اللي هناك خالص دي مش عارفين الفي بي بتاعتها، و several resistors as shown. The value of the electromotive force VB of the unknown battery، يعني عايز الفولتج بتاع الباتري دي يا رجاله. طب خلاص ماشي. طيب طبعا سيادتك عارف دول سيريس باتريز، فدي مش هتتحل كيرشوف، عشان لو حد بس متسرع ممكن يقول يا عبد الله هتتحل كيرشوف، لا كيرشوف بحلها في الباراليل باتريز، لكن دي سيريس اهم، فتحل اومز له عادي، اللي هو ايه؟ الاي توتال بتساوي في توتال على ار توتال. طيب الار توتال ممكن نجيبها بسهوله. حلو، يلا سيريس وباراليل، 6 بارل مع 3 2 1.5 3.5 3.5 بلس 0.3 بلس 0.2 يبقى كلها 4 اوم، يبقى دول بارل ب 2 و1.5 3.5 ودول نص، يبقى كده كله 4.
حلو كده جبنا الايكوفالنت ريزيستنس او الار توتال سوري، جبنا التوتال ريزيستنس. طب تعالى نجيب الاي توتال بقى يا رجاله. الاي توتال ده كام؟ ده 2 امبير داخل في ال 3 يبقى 6. خلي بالك ان الاي والار انفرس، طالما الريزيستنس زاد للدبل يبقى الكرنت يقل للهاف، يبقى ده 1 امبير. يبقى الاي توتال بكام؟ كده يبقى الاي توتال كده ب 3 امبير. حلو، يبقى الاي توتال دي يا رجاله ب 3 امبير. طب احط انهي باتري بلس ولا ماينس انهي باتري؟ يعني الفي توتال دلوقتي، الفي توتال اعوض عنها ازاي؟ الفي توتال انت عندك 2 باتريز، والله لو بيزقوا مع بعض بلسهم، لو بيزقوا عكس بعض ماينسهم. تعال نشوف. والله الباتري دي بتزق كده كرنت طالع، والباتري دي بتزق عكسها. الله، يبقى دول كده يتماينسوا. حلو، يبقى انا هماينسهم. مين ماينس مين؟ ال 18 ماينس الفي بي ولا الفي بي ماينس ال 18 حسب اتجاه الكرنت. هو الكرنت ماشي ازاي؟ تعال نمسح بس الاسهم اللي بالازرق دي. يلا، هو الكرنت ماشي ازاي؟ هو مديك 2 امبير وده 1 امبير، فمشي كده 3 امبير، فالكرنت بتاع سيادتك هو مديهولك ان هو ماشي كده. طبعا الكرنت بيمشي من الهاي للو، من الكبير للصغير، يبقى اذا ال 18 هي الكبيره، فلازم نكتب 18 ماينس في بي. في مشكله يا رجاله؟ طبعا تطلع لك كام؟ تطلع لك دي 12 ماينس 18 نيجاتيف 6 تروح مع نيجاتيف يبقى 6 فولت. في مشكله يا رجاله؟ فالفكره بس انك تخلي بالك برضو من اتجاه السهم عشان تعرف مين الكبير، فتعمل ايه؟ الكبير ماينس الصغير. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك metallic loop of area A placed perpendicular to uniform magnetic field of flux density B, so that the magnetic flux linking the loop is phi m. حلو. If the loop is rotated by an angle theta، يبقى خلي بالك الثيتا دي الانجل اوف روتيشن، ها؟ الانجل اوف روتيشن. طب rotated from the perpendicular position كمان، هي كانت perpendicular اصلا. The magnetic flux becomes half phi m. خلاص، طبعا انت عارف ان الفاي بتساوي يا رجاله اي بي ساين ثيتا، يعني الفاي دايركت مع ثيتا ولا مع ساين ثيتا؟ مع الساين ثيتا. طيب هي كان اسمها فاي والانجل كانت 90، فساين 91. انا عايز الفاي تقل للنص، عشان الفاي تقل للنص لازم ساين ثيتا يقل للنص. ساين كام يديك؟ هاف 30، فتطلع لك الانجل دي بكام؟ ب 30 ديجري. اوعى تروح تختارها واهدى، لان الثيتا اللي هو عايزها دي انجل اوف روتيشن. خلي بالك، اوعى تنسى ان الثيتا دي يا رجاله هي الانجل ما بين البي اند الاريا. حلو، فالانجل ما بين البي والاريا كانت 90 في الاول. الانجل ما بين البي والاريا كانت كام؟ 90. انت عايز دلوقتي الانجل ما بين البي والاريا تبقى كام؟ 30، يبقى هي كانت 90، انت عايزها 30، يبقى هو لف بكام؟ ب 60. برافو عليك. تاني هي كان بربنديكولر. حلو، كان اسمها فاي، هو عايز الفاي تقل للنص، شيفت ساين هاف طلعت 30. ال 30 اللي انت جبتها دي الانجل ما بين البي والاريا، هي كانت 90، انا عايزها 30. هو عايز روتيت بكام؟ الروتيشن يبقى لفت كام يا رجاله؟ 60 ديجري. ماشي، اللي بعده بيقول لك في الفيجر اللي قدام سيادتك ده given that the indicated direction corresponds to the direction of motion of electrons. ده اتجاه حركه الالكترونز. عايز دايركشن المagnetic فيلد. طبعا انت عارف ان بما ان دي حركه الالكترونز يا رجاله، يبقى اكيد حركه الكرنت بتاع سيادتك لتحت عكسها، لان احنا شغالين بالتراديشنال كرنت. اوت اوف ذا بيج، ما فيهاش اي حاجه خالص، يبقى بربنديكولار اوت اوف ذا بيج، يبقى الاجابه ايه؟ سؤال عبيط يعني ما فيهوش حاجه. ماشي. بيقول لك عندك سيركلر رينج، الراديوس بتاعها 10 سنتيمتر يعني 0.1 لما نحول، كارينج ان الكتريك كارنت، ومديك الكارنت بكام؟ ب 84 اوفر 11. ذا ماجنتيود اند ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فلكس دينستي بي. طب خلاص، طبعا الدايركشن سهل. ليه يا رجاله؟ لان الكارنت ماشي كده اهو اوت اوف ذا بيج. طبعا اوعى تنسى في الكويل دول الاي وده البي، يبقى ده الاي والبي اوت اوف ذا بيج، يبقى انا دي او دي. طب بالنسبه للفاليو، البي قانونها يا رجاله البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار. حلو، هو عايز البي، الميو انت حافظها وجيفن كمان 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. الان مش عندي لسه نحسبها، الاي 84 اوفر 11 على 2 ملتبلاي ريديوس ب 0.1. طيب الان بكام؟ اوعى تنسى ان الان كان ليها رول، الانجل اللي الكارنت عدى فيها على 360. خلي بالك انا ما باخدش اي انجل هنا وخلاص يا رجاله، افتكر النوته، انا باخد الانجل اللي الكارنت ايه؟ عدى فيها. فالكارنت لما دخل مشي كده، هو قال لك انا قطعت 60، دي المقطوعه. اوعى تاخد ال 60، انا باخد الانجل اللي الكارنت عدى جواها، فالكارنت عدى في دي، يبقى عدى في كام؟ في 300. ما هي السيركل كلها 360، هو قطع كام؟ 60، يبقى الكارنت عدى في كام؟ في 300. يبقى لان 300 على 360 بس، حطها كده 300 على 360.
فهمنا يا رجاله؟ اوعى تنسى ان انا باخد الانجل اللي الكرنت عدى جواها، مش اي انجل وخلاص. ها، الانجل اللي الكرنت عدى جواها مش المقطوعه. في الاي 2 والراديوس اهو طلعت لك 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5. 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. سوري، احنا اصلا مستبعدين دي، معلش. احنا مين او مين؟ احنا بي او دي، فالاجابه دي 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5 واوت اوف ذا بيج ده. ماشي، اللي بعده يا رجاله. حلو، بيقول لك ايه؟ the following figures represent 3 square cover frames. خلي بالك هم سكوير يعني مربع، وكبر يعني نفس الماتيريال، فالريزستيفيتي ثابته. PQR. each square consists of 2 thick wires. يبقى المربع ده عباره عن ايه؟ 2 thick wires و 2 thin wires، 2 تخان و 2 رفيع، يعني طبعا باين في الرسم. all having the same length، كلهم نفس اللينس، اكيد ما هو مربع. و a current of intensity I passes through each frame. زي ما انت شايف الكرنتات كلها اسمها I، يعني ده I وده I وده I. ماشي؟ ماشي. طيب عايز ايه؟ The magnetic flux density at the center is 0 in. يبقى هو عايز البي توتال بزيرو. خلي بالك اوعى تتسرع وتحل بالنوته اللي احنا كنا قلناها زمان. هي ايه النوته اصلا؟ انا اصلا مش فاكر النوته يا عم عبد الله. كانت ايه النوته يا رجاله؟ اي كلوزد باث الكرنت بيتقسم جواه سنتر ونيوترال بوينت. تاني، فاكر النوته دي؟ اي كلوزد باث الكرنت بيتقسم جواه سنتر ونيوترال بوينت. بس النوته دي يا رجاله كان ليها شرط ان ده يبقى كلوزد باث سيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ يعني لو انت مثلا عندك مربع هنا كده يا رجاله، ركز معايا كده، ده مربع الوايرز كلها زي بعض، الكرنت دخل من هنا وخرج من اي حته من هنا، ده كلوزد باث. حلو، الكرنت لما جه اتقسم، جميل، يبقى السنتر بتاعه نيوترال بوينت طالما كل السايدز زي بعض. طيب بلاش لو عندك مثلث، الكرنت جه من هنا اتقسم وخرج من هنا، ده كلوزد باث، الكرنت اتقسم جواه، يبقى السنتر بتاعه نيوترال بوينت. يبقى دي النقطه اللي احنا قلناها زمان، اي كلوزد باث الكرنت بيتقسم جواه سنتر ونيوترال بوينت طالما هو سيمتريك. يبقى لازم يكون كلوزد باث، لازم يكون مسار مغلق، ولازم الكرنت يتقسم جواه، ولازم يكون سيمتريك. لكن دول مش سيمتريك، لان انت عندك وايرز تخينه ووايرز رفيعه، فانا لازم افكر بقى واشغل دماغي بالراحه. عشان البي توتال تبقى في النص يا رجاله بزيرو، بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على النبي كده عليه السلام. عشان البي توتال تبقى في النص يا رجاله بزيرو، لازم الكرنت يتقسم بالتساوي. صح ولا لا؟ ليه؟ لان الكرنت لما يجي يتقسم هنا كده وكده، صح؟ فلو انت جبت الماجنتيك فيلد بتاع الحته اللي فوق هتلاقيه داخل، الماجنتيك فيلد بتاع الحته اللي تحت هتلاقيه خارج. فانا عشان يبقى توتال بزيرو لازم يبقى اللي داخل قد اللي خارج، وهم زي بعض ما عدا في الثيكنس. هما الوايرز نفس الطول، نفس المسافه، نفس كل حاجه، ما عدا في الثيكنس. فالثيكنس هيأثر على ايه؟ على الار، لان انت عارف ايه؟ ان الار بتساوي ريزستيفيتي في لينس على اريا. الريزستيفيتي قال لك كبر، اللينس قال لك متساوي عشان هو مربع، فاللي هيلعب مع سيادتك في اللعبه مين؟ الاريا. فلما الاريا تاثر على الار تؤثر على الاي. فانا ركز بقى، انا بفكر في ايه؟ نفكر معايا اهو. فانا عشان البي توتال تبقى بزيرو لازم الكرنت يتقسم بالتساوي، عشان لما الكرنت يتقسم بالتساوي اللي داخل يلغي اللي خارج، فكده خلاص خلصنا، يبقى زيرو. حلو، وعشان الكرنت يتقسم بالتساوي لازم الريزيستنس تبقى في الاتجاهين متساويه. يبقى تاني ركز معايا بالراحه كده، احنا بنفكر من تحت خالص اهو. انا عايز الماجنتيك فيلد يبقى ايكوال، صح؟ انا عايز البي توتال تبقى بزيرو، عشان البي توتال تبقى بزيرو لازم الماجنتيك فيلد يبقى بزيرو. سوري، عشان الماجنتيك فيلد يبقى بزيرو لازم الاي توتال يعني الكرنتات تبقى متساويه. حلو، فعشان يبقى الماجنتيك فيلد بزيرو يا رجاله، شويه داخلين وشويه خارجين، لازم الدايركشنز يبقى عكس بعض. البي توتال تبقى بزيرو يبقى لازم الدايركشنز تكون عكس بعض فعلا، شويه داخلين وشويه خارجين، بس لازم يبقى اللي داخل قد اللي خارج، وهم زي بعض في كل حاجه، في المسافه وفي الريزستيفيتي وفي اللينث وفي كل حاجه، ما عدا مين؟ ما عدا في الاريا. طب ما انا الاريا الثيكنس ده، اللي دي الثيكنس يعني، الثيكنس ده هيأثر معايا في ايه؟ الثيكنس ده هيأثر معايا في الريزيستنس. الثيكنس ده اللي هو الاريا يا رجاله، الثيكنس ده هيأثر معايا في الريزيستنس، والريزيستنس هتأثر معايا في طريقه تقسيم الايات. حلو كده؟ فانا عايز الماجنتيك فيلد يبقى متساوي، يبقى لازم الاي تتقسم بطريقه متساويه. انا عايز الماجنتيك فيلد يبقى متساوي، يبقى لازم الاي تتقسم بطريقه متساويه، وعشان الاي تتقسم بطريقه متساويه لازم الار تتقسم بطريقه متساويه. بس حلو قوي.
يبقى انا وصلت للي انا عايزه. حلو، ده رفيع وده تخين. لو احنا سمينا الرفيع ده ار، هيبقى التخين طبعا لما الاريا تزيد الار تقل، صح؟ لما الاريا تزيد الار تقل، فمثلا ده نص ار. طب ما ده زي ده ار، يبقى ده برضو نص ار. فكده واحد ونص ار وواحد ونص ار، الار زي الار، فالاي تتقسم بالتساوي، فكده يلغوا بعض يبقى ده بزيرو. طب تعالى هنا، لا هنا لو ده ار وده ار، ده نص ار وده نص ار، صح؟ فالكرنت تتقسم، دول 2 ار ودول 1 ار. طالما الار اللي فوق قليله يبقى الكرنت بتاعها كبير، فده يمشي كلامه. فاذا لو كان طلب مني اتجاه المagnetic فيلد في كل واحده، كنت قلت له بص اللي فوق والله الكرنت بتاعه اكبر، هيمشي كلامها يعني انتو ذا بيج، يبقى اكس، يبقى هنا المagnetic فيلد انتو بيج لو كان سالك. ماشي. طب الاخيره تعال نشوف، الرفيعين ار والتخان نص ار، يبقى ده واحد ونص ار وده واحد ونص ار، الار قد الار يبقى الاي قد الاي، يبقى ده كمان بزيرو. يبقى هو بزيرو في مين ومين؟ في بي وار يا رجاله، يبقى الاجابه بي. فهي الفكره كلها انك بس ايه، تشغل دماغك كده بالراحه. خش على بعض، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لك ايه؟ طبعا ده واير وجنبه ريكتانجلر كايل، ماشي. وبيقول لك الكرنت اللي هو اي 1 ده 5 امبير، تعال نكتب عليه بقى، ده 5 امبير واتجاهه لفوق يا رجاله عشان لو مش باين عندك. والمسافه 1 سنتيمتر من سكوير فريم، اللينث بتاعه ب 2 سنتيمتر، هو مش كاتب كمان يعني ده مربع، كلهم 2 سم، يعني ده 2 سم، هو كاتب هنا اوكي، ده 2 سم وده 2 سم، ماشي. كمل. such that its sides AB و CD are parallel to the straight wire. حلو. The direction and the magnitude of the resultant magnetic force in the straight wire. عايز التوتال فورس على الواير. طب بالراحه. دي يا جماعه نقطه احنا كنا قايلينها من زمان جدا. في حاله وجود واير وجنبه ريكتانجلر كويل، المساله بتبقى عباره عن ايه؟ لو عندك واير وجنبه ريكتانجلر كويل، المساله بتبقى عباره عن 3 parallel wires. طالما هم 3 parallel wires يبقى انت عندك 2 mutual forces، صح؟ لازم يتعمل لهم ماينس، يعني حتى الراجل لو مش مدين اتجاه الكرنتات اصلا، في حاله وجود واير وجنبه ريكتانجلر كويل، المساله بتبقى عباره عن 3 بارل وايرز، يعني عندك 2 ميوتشوال فورسز لازم يتماينسوا. كانت الاف توتال سواء على الواير او على الفريم مش فارقه معايا، هي لازم ال 2 ميوتشوال فورسز يتماينسوا. طب ال 2 ميوتشوال فورسز دول يا عم عبد الله بين مين ومين؟ ما بين الواير والسايد الاولاني والواير والسايد الثاني. كده كده كانوا لازم يتماينسوا. ليه لو انت فاكر؟ لان الكويل الكارنت بتاعه بيلف، فاكيد في سايد فيهم هيعمل اتراكشن والتاني هيعمل ريبالشن، فلازم التو فورسز يتماينسوا. يبقى في حاله، افتكر معايا النقطه يلا، في حاله وجود واير وجنبه ريكتانجلر كويل، المساله عباره عن 3 بارل وايرز، 2 ميوتشوال فورسز لازم يتماينسوا. مش بس كده، النقطه كان ليها تكمله، واتجاه الفورس بتاع السايد الاقرب بيمشي كلامه، واتجاه الفورس بتاعت السايد الاقرب بيمشي كلامه. يعني ايه؟ يعني لو السايد الاقرب للواير ده، السايد الاقرب، السايد ده ما هو ده الاقرب للواير، لو السايد الاقرب للواير عمل اتراكشن، الاتراكشن يكسب. لو السايد الاقرب للواير عمل ريبالشن، الريبالشن يكسب. فاتجاه الفورس بتاع السايد الاقرب للواير يمشي كلامه. ليه؟ عشان مسافته صغنونه، وانت عارف ان الميوتشوال فورس قانونها ميو اي 1 اي 2 في اللينث على 2 باي دي. خلي بالك بقى ان في النقطه اللي احنا لسه قايلينها هقولها تاني دلوقتي، ان هي واير وجنبه ريكتانجلر كويل 3 بار وايرز 2 ميوتشوال فورسز. التو ميوتشوال فورسز دول يا رجاله اللي هي ما بين الواير والسايد الاولاني والواير والسايد الثاني، التو ميوتشوال فورسز دول يا رجاله متساويين في كل حاجه ما عدا المسافه. يعني الميو ثابته في الحالتين، انت تاخد اي واير واي كويل، سواء ده وده، اي واير اي كويل، سواء ده وده اي واير اي كويل، يبقى الايات متساويه. باخد السايد لينس بتاع المستطيل، حلو، التو باي ده رقم ثابت، فاللي يفرق معاك مين؟ المسافه. فاللي مسافته صغيره الفورس بتاعته كبيره فتمشي كلامها في الدايركشن. يبقى اذا مين يا رجاله اللي المسافه بتاعته صغيره؟ دايما السايد الاقرب، مسافته صغيره فيمشي كلامه كدايركشن. لو بيعمل اتراكشن الاتراكشن يكسب، لو بيعمل ريبولشن الريبولشن يكسب. طب هو الكرنت اصلا ماشي ازاي؟ الكرنت الاحمر ده هو بيقول لك ماشي كده اهو اهو، وده طالع لفوق بيحصل اتراكشن، يبقى الاثنين بيتشدوا كده. عايز الماجنتيود اوف ذا فورس والدايركشن اوف ذا ريزلتنت فورس. طيب هو عايز الدايركشن بتاع الفورس على مين؟ لو على الواير يبقى يجي يمين، لو على الكويل يبقى يجي شمال. هو عايز على مين؟ استنى. The direction of the magnitude resulted by exerted by the straight wire on the coil. وعايز الفورس على الكويل يا رجاله، يبقى الكويل هيجي شمال. لا يبقى هو كده بيسال على الواير، ايه الهبل ده بقى؟
اللي بيقول لك away from the coil ولا towards the coil يبقى هو كده بيسال عن الواير. ماشي. the resultant magnetic force exerted by the wire on the coil. خلاص هو عايز الفورس على الواير اللي من الكويل. ماشي خلاص. يبقى الواير هيجي ايه؟ يمين، يبقى near to the coil towards the coil اهو ده ودي. حلو. يبقى الواير هيتحرك ناحيه الكويل. طب يلا احسب لي بقى التو ميوتشوال فورسز وماينسهم يا وحش. يلا بينا بسم الله. بتساوي طبعا الميوتشوال فورس اهي. طب خليك ذكي بقى، انا ممكن اعوض في كل فورس لوحدها، الواير والسايد ده والواير والسايد ده. طب وليه؟ ليه بقى اطول وقت المساله؟ ما انت سيادتك عارف ان الميو ثابته يعني مشتركه، والايات مشتركه، واللينس مشترك، والطباي مشتركه. اوعى تقول لي يا عبد الله هطير كل الثوابت، ما تبقاش حمار، المساله دي مش ريشيو. هي المساله ريشيو عشان طاير حاجه ثابته؟ لا، انا هعمل ايه؟ هاخد كومن فاكتور. ماشي. الميو 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. الاي بتاعت الواير 5، الاي بتاعت الكويل 3، السايد لينس بتاع المستطيل طبعا اللي هو 2 سنتيمتر اللي هي 0.02 لما تحولها على 2 باي. فضل لك ايه بقى؟ فضل لك المسافات، لان اصلا التو ميوتشوال فورسز دول الحاجه الوحيده اللي بتفرق فيهم المسافه. 1 على طبعا المسافه انفرس ها، فالمسافه تحت 1 على المسافه الصغيره اللي هي 0.01 ماينس 1 على المسافه الكبيره. خلي بالك انا باخد المسافه من الواير لحد السايد ها، من الواير لحد السايد يعني 3 سنتيمتر 0.03. بس كده. خلصنا يا رجاله؟ خلصان. 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 في الكارنتات في السايد لينس 0.02 على 2 باي ملتبلاي المسافه 1 على 0.01 ماشي ماينس 1 على 0.03. كام يا وحش؟ طلعت لك 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6 اللي هي دي. خلصان. السؤال سهل بس انا كنت براجع لك على ايه؟ على النوت. ماشي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك 2 ستريت وايرز. ماشي. في واحد اول واحد فيهم ب 6 امبير in the positive direction of x axis اللي هو ده يعني. ماشي. والتاني بيقول لك التاني ده في النيجاتيف دايركشن بتاع الواي اكسس والكرنت بتاعه ب 10 امبير. If the two wires in the same plane as shown in the figure, so the magnitude and direction of the resultant magnetic force produce the two wires عند نقطة B اللي هي 8 سنتيمتر و5 خلاص عايز البي توتال. ده سؤال عبيط طبعا. عندك تو وايرز هنشوفهم بلس ولا ماينس. ده طبعا خلي بالك في الواير ده الاي وده البي، اوعى تنسى. يلا ده الاي وده البي خارج، وده الاي هناك، يبقى ده البي داخل. اوكي اهو ده كده داخل وده كده خارج، يبقى انا هماينسهم. فاعمل بي واير 1 ماينس بي واير 2. طب عبد الله كدايركشن والله ممكن تستنى لما الناتج يطلع وتشوف الدايركشن عامل ازاي، وهقول لك دلوقتي. بس خليك ذكي. بص دي كام 6 ودي كام 10. الاي دي كبيره، مش بس الاي دي كبيره ومسافتها صغيره. طالما الاي كبيره والمسافه صغيره يبقى اكيد الماجنتيك فيلد بتاعتها كبير جدا، يبقى ده يمشي كلام ويبقى اوت اوف ذا بيج. حلو. يبقى اذا اوت اوف ذا بيج يبقى انا ده او ده. طيب عبد الله انا مش عارف اجيبها بدماغي كده ان الاي كبيره والمسافه صغيره يبقى هو يمشي كلامه في الدايركشن. خلاص مش مشكله، احسب الفاليوز يا وحش. مين واير 1 اي حاجه، ده واير 1 مثلا وده واير 2. يلا طبعا قانون الواير ايه يا رجاله؟ اي ميو على 2 باي دي. برافو عليك عوض. الاي 6 الميو انت حافظها 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 على 2 باي المسافه من ده لده 8 سنتيمتر يعني 0.08 ماينس الواير الثاني 10 امبير الميو انت حافظها 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 على 2 باي والمسافه دي 5 يبقى 0.05. تطلع لك كام؟ يلا بينا على الآلة. ماشي. يلا الكرنت الاولاني ب 6 وده 0.08 المسافه، والكرنت الثاني 10 والمسافه 0.05. هتطلع لك بص على الآلة يا وحش، هتطلع لك نيجاتيف 2.5 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. حلو. هي كده 2.5 اللي هي 25. خلي بالك هي 2.5 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5 اللي هي 25 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6. اوكي يبقى انا ده او ده. طبعا يا عبد الله انا ما عرفتش الدايركشن. ماشي. الدايركشن بقى بالراحه، مش هي طلعت بالنيجاتيف يا رجاله؟ بص على الاشاره، مش هي طلعت بالنيجاتيف؟ طالما طلعت بالنيجاتيف معنى كده ان مين الكبير؟ ده ولا ده؟ ده ولا ده يا رجاله؟ طالما طلعت بالنيجاتيف مين الكبير؟ اكيد اللي بعد النيجاتيف اللي هو واير 2
اللي هو مين بالنسبه لك؟ ده. يبقى طالما طلع بالنيجاتيف يبقى اللي بعد النيجاتيف الكبير اللي هو ده اللي هو واير 2، فده يمشي كلامه اوت اوف ذا بيج. بس فلو انت ما عرفتش تستنتج ان ده من الاول هيمشي كلامه كدايركشن، عادي من الفاليو شوف لو بوزيتيف يبقى الاولاني يكسب، او اللي انت كاتبه في الاول يعني، شوف لو انت كاتب ده الاول برضه هو اللي هيكسب. يبقى اذا لو طلعت الفاليو بالبوزيتيف يبقى اللي انت كاتبه في الاول يكسب ويمشي كلامه، لو طلعت بالنيجاتيف يبقى الثاني هو اللي يكسب ويمشي كلامه. خلاص ماشي. السؤال اللي بعده ماشي. بسم الله. بيقول لك سيلينويد 2000 تيرن واللينس بتاعه 40 سنتيمتر، الكرنت بتاعه اسمه اي، والماجنتيك فلكس دينستي بتاعته 0.22. عايز الاي. طبعا تتعويض مباشر يا رجاله، البي بيساوي ميو ان اي على لينس السيلينويد دي ب 0.22. الميو اهي مكتوبه كمان 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7. الان ب 2000. هو عايز الاي على لينس السيلينويد ب 0.4. طبعا سؤال عبيط. يلا 0.22 ملتبلاي 0.4 على 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 في 2000 تطلع لك الاي ب 35. السؤال اللي بعده، السؤال العبيط اللي فوق ده ماشي. بيقول لك ايه في السؤال اللي بعده؟ بيقول لك عندك دي ريليشن بتوين ذا ماكسيمم كارنت باي ذا اميتر وريسيبيوكر اوف شنت ريزيستنس. حلو. طبعا يا جماعه في الجرافات دي سيادتك عارف كويس جدا ان التقاطع ده بيكون الاي جي والسلوب هو الفي جي، لان ده اميتر. طب لو فولتميتر كان العكس، كان ده الفي جي والسلوب هو الاي جي. طيب تعالوا نجيب السلوب الاول. طبعا السلوب ده اللي هو الفي جي يعني اللي هو بيساوي تان سيتا. حلو. يبقى تان، بس خلي بالك بقى الله يرضى عليك، الثيتا بتاعت سيادتك هي الانجل ما بين الواير او الخط، سوري، الانجل بتاعت سيادتك هي الثيتا دي ما بين الخط المرسوم والاكس اكسس. خلاص عشان بس الناس ايه اللي مالهاش في الماث، بمنتهى البساطه الثيتا بتاعتي يا رجاله هي الانجل ما بين الخط المرسوم والايه والاكس اكسس. هي دي كلها 90. ايوه هو قال لك دي كام؟ دي 59. يبقى الباقي كام؟ 31. بس يبقى ننزل لما اجي اعمل عملتين 31 الثيتا بتاعتي لازم تكون مع الاكس اكسس. خلاص يبقى انت كده معاك الفي جي ومعاك التقاطع اللي هو الاي جي. هات الار جي. الار بتساوي في على اي. طبعا ريزيستنس جالفانو يبقى فولتج جالفانو وكرنت جالفانو. فولتج جالفانو 1031 والكرنت قال لك 0.2. بس خلاص تطلع كام؟ 1031 على 0.2 طلعت لك 3 اوم. قشطه. اللي بعده يا رجاله بيقول لك في الفيجر اللي قدام سيادتك ده ماشي، عندك ماجنت بيبعد بسرعه اسمها v reducing an induced quantity of charges q that follows ماشي if the experiment repeated with the same magnet بس السرعه بقت 2v the magnitude of the induced charge. طب بقول لكم يا رجاله هو لما السرعه تزيد تتاثر على ايه؟ يعني خلينا نفكر سوا كده. السرعه لما تزيد تتاثر على ايه في الرول يعني بتاع اليميف انديوزد؟ تاثر على التايم. برافو عليك. لان انت عارف ان اليميف انديوزد اصلا قانونها ايه؟ نيجاتيف مش مهم ان دلتا فاي على دلتا تي. حلو. فخلي بالك ان لما السرعه تزيد التايم هيقل. ما انت عارف من ثانيه حضانه ان الفيلوسيتي بتساوي ديستنس على تايم. فلما السرعه تزيد التايم هيقل. طيب فاذا انا اقدر اقول يعني من الاخر ان السرعه هنا هتاثر على التايم. طيب ايه دخل الكيو في الحوار؟ مش عارف. يعني لو انا منك الصراحه انا مش عارف. انا هفك الاي ام اف. اللي بتتفك اي انديوز طبعا فار. خلاص يبقى اي ار ايكوال ان دلتا فاي على دلتا تي. طب انا مش عايز الاي اصلا، انا عايز الكيو. طب ما الكيو كمان هتتفك، الاي قصدي هتتفك كيو على تي. صح؟ يبقى الام اف اي ار والاي كيو على تي. يبقى انا ممكن مكان الاي دي اكتب هنا كيو على تي. يبقى كده اي ار ايكوال ان دلتا فاي تي. الله، طب ما فينا تايم وفينا تايم يا رجاله، فالتايم يروح مع الايه؟ مع التايم. ففضل لك القانون اصلا اللي انت بتحل بيه لما الراجل يطلب منك كوانتم تشارج في المساله اللي هي كيو ار ايكوال ان دلتا فاي، اللي هو احنا برضو كنا بنختصره القانون كورونبا. سواء ده او كورونبا ما فيهمش تايم اصلا. حلو. فالمهم ان التايم راح، يبقى كده الفيلوسيتي اصلا مش هتاثر على اي حاجه، لان الحاجه الوحيده اللي الفيلوسيتي بتاثر عليها التايم، وهو طار من الرول اصلا. يبقى كده هتفضل الكيو زي ما هي، مش هتتغير يا رجاله. اللي بعده طبعا لو سالك على الاي تقول لي الاي زادت، الاي انديوزد تزيد. لو سالك على الاي ام اف تقول لي الاي ام انديوزد برضه هتزيد، لان الاي ام انديوزد والكرنت انديوزد بيتاثروا بالتايم. ماشي. الراجل بيقول لك
عندك الواير الطويل ده 2L والصغير ده L والفيلوسيتي هنا V والفيلوسيتي هنا 2V. ماشي، عايز ايه؟ الاثنين كبر يعني سيم ماتيريال وسيم كروس سكشنال اريا، نفس الاريا بتاعت الواير يعني، واللينث زي ما احنا قلنا. عايز الانديوزد كارنت في الريزيستنس والموتور. عايز طبعا الريزيستنس والموتور دي الرجاله ماشي فيها الاي توتال. طب خلاص، لو انا منك طبعا انت عارف ان الانديوزد كارنت في الستريت واير بيخليه اكت از باتري، فانا اشوف الكارنتات دي بتزق مع بعض ولا عكس بعض. فليمنج رايت هاند رول في بي اي. يلا بينا. البي داخله والفي كده يبقى الاي انديوزد لتحت، بايدك اليمين ها. ماشي. طب ده البي داخله والفي كده يبقى الاي انديوزد لتحت. الله، يبقى دول كده بيزقوا مع بعض ولا عكس بعض؟ ما تبقاش متسرع بقى وتقول لي مع بعض. انا بشوفهم مع بعض ولا عكس بعض في السيركت يا رجاله، في الايه؟ في السيركت. فده ماشي كده وده نزل ماشي، الله دول عكس بعض، يبقى انا ماينسهم. طيب تعال نشوف التوتال بتاعهم بكام. هو ده اصلا قانونه ايه؟ الام في انديوزد في الاستريت واير قانونها بلف. اللينس هنا بواحد والفيلوسيتي باتنين والماجنتيك فيلد اسمه بي، يعني ده 2 بلف عشان الفيلوسيتي بتاعته باتنين. طب وده الام في انديوزد بي ال في، بس خلي بالك هنا ال هو اللي ب 2 ال، يعني 2 بلف برضه. ايه ده؟ طب ما هو كده الفاليو زي بعض، يعني اليمفات متساويه وعكس بعض، يبقى التوتال بايه؟ بزيرو. لو كانوا مع بعض كنا جمعنا وقلنا 4 بلف خلاص، على او عايزها طبعا ديفايد الريزستنات، فكنت اقول 4 بلف على ار مثلا عشان هو عايز الاي انديوزد. فاهمين؟ بس طبعا هي مش موجوده. ماشي. طب هو لو كان عايز الاي، انا بس ما هو ما كانش قال ان في ريزيستنس خلاص يا رجاله، يبقى هو لو كان عايز الاي انديوزد زي ما قلت لك كنا بقى ايه؟ هو كده كده الانديوزد كارنت بزيرو، قصدي لو هما مع بعض، لو هما مع بعض وكان عايز الاي انديوزد كنت هجمعهم، يبقى كنت اقول 4 بلف على ار لو هما مع بعض. ده كده لو الدايركشنز مع بعض. ماشي. سوري، مش على ار بقى، على 2 ار كمان عشان في 2 تحت، في 2 ار. خش على السؤال اللي بعده يا رجاله. بيقول لك two adjacent coils are wound on a core of soft iron. The terminals of primary coil connected to in series with the switch وباتري والكتروموتيف فورس VB. At the instant the primary circuit is closed, the induced electromotive force 5 volt is induced across the terminals of the secondary coil. يبقى دي كده رجاله اللي مش induced في السكندري. Given that السيلف اندكشن بكذا والميوتشوال اندكشن بكذا، عايز الفاليو بتاعت الاي ام اف في البرايمري كويل. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سيادتك انت عارف ان الاي ام اف انديوزد في السكندري كويل ايكوال نيجاتيف ام دلتا اي على دلتا تي بتاعت البرايمري كويل، صح؟ مش ده القانون اللي انت حافظه؟ ولازم تبقى حافظ من برايمري ومن سكندري. الاي ام اف انديوزد في السكندري معاك ب5، الام عندك بكام؟ 0.02. هات لي الدلتا اي على دلتا تي لو سمحت. تطلع لك الدلتا اي على دلتا تي بكام؟ تطلع لك لحظه واحده 250. خلاص مش لازم الان، امبير بير سكند. حلو. طيب انا بقى عايز الام اف، عايز الفي بي بتاعت البرايمري. هتقول لي يا عبد الله هتجيبها ازاي؟ هقول لك بمنتهى البساطه، الام اف انديوزد في البرايمري كويل ايكوال نيجاتيف ال اللي هي سيلف اندكشن دلتا اي على دلتا تي، صح ولا غلط؟ هتقول لي حصل، بس استنى، هو عايز الفي بي يعني عايز الفعل، وانا عارف ان الام اف انديوزد في البرايمري كويل دي رد الفعل. هو ازاي هو عايز الفعل وانا اجيب له رد الفعل؟ ده كده غلط. لا بالراحه، ما انت لازم تفتكر ان في السيلف اندكشن ان at the moment of closing the key اهو بص at the moment او at the instant the primary coil of closed اللي هي at the moment of closing the key بتكون الام اف انديوزد بتاعت السيلف اندكشن بالماكسيمم فاليو وقد الباتري واتجاهها باكورد، ولذلك بيبقى التوتال كارنت ساعتها بزيرو. انا بس عايز ارجع لك الحته النظري دي. at the moment of closing the key بتكون الام اف انديوزد في السيلف اندكشن بالماكسيمم فاليو قد الباتري، بس عكسها باكورد، فيبقى التوتال كارنت في اللحظه دي بكام؟ بزيرو. ومع مرور الوقت بيبتدي كارنت الباتري ايه؟ يزيد والانديوزد يقل. خلاص لحد ما كارنت الباتري يطلع كله يبقى الانديوزد بزيرو. خلاص فهو عايز في اللحظه، هو عايز الكارنت في اللحظه اللي انت قفلت فيها الكي، عايز الام اف انديوزد في اللحظه اللي انت قفلت فيها الكي اللي هي الفي بي، يبقى ده هو الفي بي قد بعض. فجبت الام اف انديوزد كانك جبت الباتري اللي هو عايزها بالظبط. خلاص السيلف اندكشن بكام يا رجاله؟ ب 0.04، والدلتا اي على انت لسه جايبها بكام؟ ب 250. تطلع لك 0.04 ملتبلاي 250 تطلع 10 فولت. فالسؤال سهل بس انت ايه؟ راجع كده معايا. السؤال اللي بعده
بيقول لك the figure represents a coil of insulated copper wire with large number of turns is wound around soft iron core. When the coil is connected to DC source of electromotive force 10 فولت, the temperature of the soft iron is T1. ماشي، مع باتري. طبعا يا جماعه التمبريتشر اوف سوفت ايرن يبقى هو كده بيكلمك على طول على الاي دي كارنت. ها when the coil is connected to an AC source، لما حطيت دينامو بقى يا رجاله بس الفولتج بتاع الدينامو ب 50 فولت، الاي دي كارنت بقى اسمها الحراره بتاعت الاي دي كارنت بقى اسمها تي 2. هو عايز تي 1 على تي 2. طب بالراحه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، زين بكام صلاه السلام واحد لا اله الا الله. سيادتك عارف هي ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الاي دي كارنت يا رجاله؟ الفاكتورز اللي بتاثر على الاي دي كارنت كانوا حاجتين: ريزستيفيتي اوف كور، مش اوف كويل، ريزستيفيتي اوف كور يعني ريزستيفيتي الحديده نفسها، وطبعا الاي دي كارنت كان انفرس مع الريزستيفيتي اوف كور، ريزستيفيتي الحديده نفسها. طبعا بما ان هو انفرس مع الريزستيفيتي يبقى دايركت مع الكوندكتيفيتي اوف كور. حلو. وكان كمان الاي دي كارنت يا رجاله بيتاثر بايه؟ بالفريكونسي بتاع الدينامو، كان دايركت. ما تنساش بقى الحاجات دي. حلو. فكل ما الفريكونسي بتاع الدينامو يكون اكبر، كل ما الاي دي كارنت يبقى اكبر فحرارته اعلى. طيب يبقى اذا في حاله وجود باتري تقريبا ما فيش اي دي كارنت اصلا. في حاله وجود اي دي كارنت تقريبا، سوري، في حاله وجود باتري تقريبا ما فيش اي دي كارنت اساسا بقى. ليه؟ لان الباتري يا رجاله الفلكس بتاعتها ثابته. الباتري بتطلع كارنت ثابت فتطلع فلكس ثابته، مفيش فاريشن. يبقى مفيش انديوزد كارنت جوه الحديده، يعني مفيش ايدي كارنت. اوكي؟ او عشان نبقى ناس دقيقه، في ايدي كارنت ات ذا مومنت اوف كلوزنج ذا كي او ات ذا مومنت اوف اوبننج ذا كي، لان ات ذا مومنت اوف كلوزنج ذا كي او ات ذا مومنت اوف اوبننج ذا كي بيحصل فورورد او باكورد، في فاريشن ساعتها. في اللحظه دي في ايدي كارنت، غير كده مفيش. يبقى اقدر اقول في حاله وجود باتري مفيش كارنت يا رجاله. مفيش ايدي كارنت يا رجاله. في حاله وجود باتري مفيش ايدي كارنت جوه الحديده. يبقى هنا مفيش ايدي كارنت، يبقى الحراره بزيرو. الحقيقه مش بزيرو، هي الحراره هتبقى حراره الاوضه. يعني في حديده وفي حواليها سلك محطوطين في الاوضه، صح؟ فحراره الحديده هي حراره الاوضه، مفيش ايدي كارنت. حراره الحديده هي حراره الاوضه، مفيش ايدي كارنت اللي هي تي 1. لكن في حاله وجود دينامو طبعا في ايدي كارنت فالحراره اكبر، يبقى ده رقم صغير على رقم كبير، عشان هنا في دينامو ففي ايدي كارنت كبير فالحراره كبيره، يبقى رقم صغير على رقم كبير، يبقى اذا less than 1. كنا بس عايزين ايه؟ نراجع حته الايدي كارنت دي. ماشي. السؤال اللي بعده يا رجاله بيقول لك دينامو the ratio between the average EMF generated during 1/3 starting from the perpendicular position and the generated during 1/3 برضه بس starting from parallel position. حلو. طلع من القصه. هو الجنرال رول بتاع الاي ام اف افريج كان ايه يا رجاله؟ حافظوا معايا؟ يلا. ان ملتبلاي اي ام اف ماكسيموم على 2 باي ملتبلاي افتح براكت ساين ثيتا 1 ماينس ساين ثيتا 2. طيب الان اشرح لك سريعا. الان كانت مقلوب الريشيو اوف كارنت، مقلوب الريشيو اوف سايكل، سوري. الان مقلوب الريشيو اوف سايكل، يعني قال لك ثيرد يبقى الان ب 3. ام اف ماكسيموم اللي هي نبوي على 2 باي ملتبلاي ساين ثيتا 1 ماينس ساين ثيتا 2. خلي بالك ان الانجلز هنا كان ليها سبيشال كيسز يا رجاله. ثيتا 1 دي كانت انجل عاديه بين البي اكسترنال اند الكويل، اللي هي الانجل بتاعت الفاي، مش الفاي في شابتر 2 اي بي ساين ثيتا. الثيتا كانت الانجل ما بين البي والاريا، نفس الفكره. الثيتا دي الانجل ما بين البي والاريا. طيب وثيتا 2 هي عباره عن ثيتا 1 زائد الروتيشن. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب خلي بالك بقى عبد الله، هتقول لي ثواني عبد الله، هو مش في الدينامو الثيتا بتاعت الانجل ما بين البي والنورمال على الكويل يعني عكس المنطق؟ صح. في الدينامو يا رجاله كله الثيتا بتاعتي هي الانجل ما بين البي والنورمال على الكويل يعني عكس المنطق اللي هو كان اسمه دايركشن اوف فيلوسيتي، صح. ما عدا الانجل بتاعت الافريج. الانجل بتاعت الافريج كانت هي الوحيده اللي سبيشال كيس. اوكي؟ كانت هي الانجل الوحيده اللي سبيشال كيس، هي الوحيده اللي كانت الانجل ما بين البي والكويل نفسه. لانها اصلا قانون الافريج ده جاي من قانون الفاي، من اللي هو فاراداي نيجاتيف ان دلتا فاي تي، فالفاي فكناها اي بي ساين ثيتا. فالمهم ان الانجل بتاعت الافريج هي الانجل الوحيده المستثناه في الدينامو، هي الانجل ما بين البي والكويل عادي. حلو. طيب لو انا عايز احسبها، يلا اي ام اف افريج في الحاله الاولى اللي هو عايزها على الاي ام اف افريج في الحاله الثانيه. طيب الان قال لك ثيرد سايكل، يبقى الان ب 3 في الحالتين، يبقى الان ثابته تتشال، وفي مسائل الريشيو كونستنت بيتشال. اي ام اف ماكسيمم على 2 باي، كده كده انت شغال بنفس الدينامو فدي ارقام ثابته. يبقى فاضل لك ايه؟ ساين ثيتا 1 على ساين ثيتا 2. يلا يا رجاله ساين، تعال نفكر في الانجلز، على ساين ماينس ساين.
في الاولاني يا رجاله الراجل بادئ ايه؟ بربنديكولار، يبقى الثيتا العاديه عاديه ما بين البي والكويل نفسه، ما بين البي والكويل مش النورمال، لا بالكويل 90. هلف ثيرد سايكل. ايه ثيرد سايكل دي؟ كام يعني؟ احسبها. ما السايكل 360، يبقى الروتيشن بتاع سيادتك عباره عن 360 ملتبلاي ثيرد. صح يا رجاله؟ ما هو يلف ثيرد سايكل، يبقى ثيرد 360، يبقى 360 ملتبلاي ثيرد طلعت 120. 120. اوعى تحط هنا 120 لان الثيتا 2 هي عباره عن ثيتا 1 زائد الروتيشن، يبقى 120 بلس 90 طلعت لك 210. حلو كده؟ طيب الثانيه بادئ باراليل، ستارتنج باراليل، يبقى الانجل العاديه في الافريج باراليل يبقى بزيرو، وبعدين هيلف ال 120 برضه، يبقى 120 زائد 0 120. حطهم على الاله تطلع لك نيجاتيف روت 3. طبعا النيجاتيف دي يا رجاله نيجاتيف دايركشن، اوكي؟ وهو بيسالك اصلا على هي جريتر ذان ولا ليس ذان 1 كفاليو. يعني ايه؟ يعني هنا يا رجاله دول لو انت جبت الافريج يعني هتلاقيها تحت، ما انت عارف ان الدينامو السايكل بتاعته عامله كده. فالافريج بتاع ال1 ثيرد ستارتنج فروم بيربنديكولار هتلاقيه تحت هنا كده في النيجاتيف، لكن لو انا بادئ من البارل هتلاقيه في البوزيتيف، ما هي ليها تكمله عادي يعني. حلو. فاذا النيجاتيف على بوزيتيف فطلعت نيجاتيف، لكن هي مش فارقه معاها كفاليو. يعني هي كده جريتر ذان 1 ولا ليس ذان 1؟ جريتر ذان 1. بس كده. في مشكله يا رجاله؟ فهمنا الفكره؟ بس فخلي بالك بس من الانجلز، وهي طلعت نيجاتيف روت 3، فكك من نيجاتيف دايركشن مالهاش لازمه اللي هي روت 3. ماشي، يبقى جريتر ذان 1. طيب بيقول لك 6 كويلز ار يوزد ان دينامو ذا انجل بتوين. لا ده قانون انت حافظه، ده قانون انت حافظه، المفروض انت حافظه، بس ايه انا عارف انك ناسيه لان هو ما بيجيش كتير. الانجل بتوين الكويلز كانت بتساوي ايه؟ الانجل بتوين الكويلز بتساوي 360 على 2 ملتبلاي نمبر اوف كويلز. بقول لك ايه، تعالى نراجع حته كده سريعه. طبعا كده المساله خلصت خلاص، بس عايز اراجع ال2 ملتبلاي نمبر اوف كويلز ده كان عباره عن ايه اصلا؟ كان فاكر كان في حاجه اسمها نمبر اوف ريكتيفايرز او نمبر اوف كوميتيتورز، صح؟ كانت النمبر اوف ريكتيفايرز او النمبر اوف كوميتيتورز دبل النمبر اوف كويلز، صح يا لا؟ لان كل كويل كان بيحتاج كام ريكتيفاير او كام كوميتيتور؟ ما هو الكوميتيتورز دول كانوا نصين سلندر بينهم ماده عازله عشان يحولوا الاي سي كارنت ليوني دايركشنال كارنت، كان كل كويل بيحتاج نصين، صح ولا لا؟ حلو. فاقدر اقول ان النمبر اوف ريكتيفايرز او النمبر اوف كويلز، النمبر اوف ريكتيفايرز او النمبر اوف كوميتيتورز دبل النمبر اوف كويلز، لان كل كويل بيحتاج نصين. فلو انت عندك 5 كويلات هحتاج لكل كويل نصين، يبقى 10 تنصاص، يبقى النمبر اوف ريكتيفايرز او النمبر اوف كوميتيتورز دبل النمبر اوف كويلز. ولذلك ممكن اطلع فوق اقول ان القانون ده هو عباره عن 360 مش ال2 ملتبلاي النمبر اوف كويلز، ده النمبر اوف كوميتيتورز اصلا. ممكن اقول 360 على النمبر اوف ريكتيفايرز او النمبر اوف كوميتيتورز. ليه؟ لان ممكن يجيبها لي بطريقه مختلفه، يقول لك خد النمبر اوف ريكتيفايرز ب 100، هات لي الانجل، فتعمل 360 على 100 على طول. اوكي؟ ماشي. فتطلع لك كام بقى في الاخر؟ يعني المساله بتاعتنا اصلا عبيطه بس انا براجع لك يعني. يبقى 360 على 2 ملتبلاي النمبر اوف كويلز ب 6، صح؟ يبقى 360 على 12 فيها كام؟ 30. 30. اللي بعده بيقول لك electric transformer step up the voltage from كذا to كذا، زود الفولتج، واكيد طالما زود الفولتج الكرنت قل. عايز البرسنتج اوف الكتريكال باور لوست. الباور لوست طب خلاص انا اجيب الافشنسي اللي هي الكفاءه. الكفاءه قانونها ايه يا رجاله؟ اي سكندري في سكندري على اي برايمري في برايمري، والباقي يبقى هو الباور لوست. خلصانه. الاي سكندري بكام؟ ب 2، والفي سكندري ب 1200 على الاي برايمري ب 32، والفي برايمري بكام؟ من 120. تطلع لك كام يا وحش؟ تطلع لك هي تطلع كده اصلا 0.625. طبعا احنا عايزينها برسنتج فهنضربها في 100، فتطلع لك 62.5. 62 يا رجاله 5. ده كده الافشنسي. يبقى هو ضيع كام بقى؟ اعمل 100 ماينس انسر، يبقى هو ضيع ماينس 62.5. يبقى هو ضيع كام يا رجاله؟ ضيع 37.5. عادي جبنا الافشنسي وماينسناها يعني ما فيهاش حاجه. ماشي. بيقول لك ايه في السؤال ده يا رجاله؟ بيقول لك في المنظر قدام سيادتك ده when the switch key is opened، لو فتحت الكي الفيز انجل يحصل لها ايه؟ طب خلاص
الفيز انجل قانون يا رجاله تان ثيتا بتساوي ايه؟ اكس ال على ار. حلو. بص انت فاتح قافل الاكس ال ثابته، فانا هشتغل في الار. طب بالراحه، بيقول لك وين ذا كي ايه؟ اوبند، يبقى هو اصلا كان كلوزد. لو الكي كلوزد الكرنت ماشي طبعا دخل في الفاضي فدي ملغيه، فهو على ار واحده. طيب لو فتحنا الكي شلنا السلك اللي فيه الكي، فالكرنت ساعتها هيعدي على كام ار؟ ارتين، فلما الار تزيد الانجل تقل، يبقى الاجابه ديكريس. ماشي. طبعا سؤال عبيط ما فيهوش حاجه. ماشي. بيقول لك AC circuit consists of ohmic resistance R و inductor الاكس ال بتاعته، خلي بالك الاندكتيف رياكتنس يا رجاله اللي هي الاكس ال بتساوي 3 ار، والكاباسيتور الكاباسيتيف رياكتنس يا رجاله اللي هي الاكس سي ب 2 ار. all connected in series. then مين اللي بيسبق مين؟ طيب عشان اعرف مين اللي بيسبق اشوف مين اللي بيكسب، الاكس ال ولا الاكس سي. لو الاكس ال اكبر يبقى الكويل بيمشي كلامه، يبقى الفي تسبق الاي. لو الاكس سي هي اللي اكبر يبقى الكاباسيتور يمشي كلامه، يبقى الاي تسبق الفي. فتعال نشوف الاكس ال ب 3 ار لكن الاكس سي ب 2 ار، يبقى الاكس ال هي الكبيره. طالما الاكس ال الكبيره يبقى الكويل بيمشي كلامه، طالما الكويل بيمشي كلامه يبقى الفي هتسبق الاي. الفي هتسبق الاي والانجل كمان هتطلع لي بالبوزيتيف. حلو. يبقى انا عايز الفي تسبق الاي. بيقول لك الاي تسبق؟ لا. الفي تسبق؟ ماشي. الاي تسبق؟ لا. الفي تسبق؟ ماشي. هتسبق بانجل كام؟ احسب يا وحش. هي تان ثيتا قانونها يا رجاله. تان ثيتا بتساوي اكس ال ماينس اكس سي على ار. الاكس ال ب 3 ار، الاكس سي ب 2 ار على ار. 3 ماينس 2 1 ار على ار، طبعا دي تروح مع دي يبقى تان ثيتا ب 1. اعمل شيفت تان 1 تطلع لك 45. سؤال بسيط. يقول لك the hot wire ammeter ماله؟ after period of أو from passing a current، بعد شوية وقت يعني through the device its pointer settles في مكان معين. الهوت واير اميتر رجاله بيثبت ليه؟ انت لو انت فاكر ان الهوت واير اميتر اصلا بيشتغل بالحراره، هو كان عباره عن ايه؟ رينج جواها واير من البلاتينيوم اريديوم بنستخدمه لان هو حساس جدا للحراره، متوصل في خيط، الخيط ده ملفوف حوالين بكره، والبكره دي وكل ده متثبت تحت بسبرينج، وكل ده متوصل بارل مع سمول ريزيستنس. فلما الكرنت كان بيدخل، طبعا السمول ريزيستنس دي اهميتها ايه؟ انها تحمي الهوت واير اميتر من انه يتحرق. اوكي ماشي. الكرنت كان بيدخل في البلاتينيوم اريديوم واير، يسخن، لما يسخن يحصل له اكسبانشن يعني يتمدد، لما يتمدد يروح الخيط نازل لتحت، فلما الخيط ينزل لتحت، ما هو متوصل في خيط، الخيط ينزل لتحت، لما يتمدد يطول، فيروح السلك البلاتينيوم اريديوم واير ده عامل كيرف، فلما يعمل كيرف الخيط ينزل، فلما الخيط ينزل البكره تلف، فالمؤشر يتحرك والسبرينج يتضغط تاني، الكرنت بيدخل، الواير بيحصل له اكسبانشن يعني بيتمدد، فلما يتمدد يروح نازل لتحت، فمتوصل في خيط، فالخيط ينزل، فالخيط ده مفتوح حوالين البكره، فالبكره تلف، فالمؤشر يتحرك والسبرينج يتضغط. حلو كده؟ فكده حركنا البتاع ده. امتى بقى كان المؤشر بيثبت؟ الثيرمال ايكوليبريم. يعني لو انت فاكر بقى الجمله اللي كانت مكتوبه في الكتاب when the heat generated into the wire equal the heat radiated from the wire، لما الحراره اللي جوه الواير تساوي الحراره المفقوده من الواير للهواء، يبقى when the heat generated into the wire equal the heat radiated from the wire. حلو. تعال نشوف انهي جمله تعبر عن هذا المعنى. connecting resistance بيقول لك هي بتثبت ليه بقى؟ يبقى عشان الحراره ثبتت، يبقى عشان انت موصل ريزيستنس؟ لا. طبعا طب انا موصل ريزيستنس بتعمل ايه يا رجاله؟ بروتكتيف ذا هوت واير اميتر فروم دامجنج، يبقى دي سببها لو انت عايز تكتب بروتكتنج ذا هوت واير اميتر فروم دامجنج، بتحمي انه يتحرق. طيب بيقول لك ان انكريز ان ذا تمبريتشر بيثبت عشان زياده الحراره اللي جوه الواير از ذا رايز بسبب يعني زياده الحراره اللي جوه الواير بسبب السراوندنج تمبريتشر، يعني الحراره المحيطه بالواير، اكيد لا بسبب حراره الكرنت طبعا. بيقول لك ذا ماجنتيك تورك ايه؟ ما بيشتغلش بالتورك. ذا الكتريكال انرجي dissipated in the wire equal the radiated thermal energy lost by the wire in the same interval of time. طبعا هي دي الحراره المكتسبه تساوي الحراره المفقوده. ماشي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك طبعا من المنظر ده انت عارف ان هو فينز لو. طب خلاص تمبريتشر 1 على تمبريتشر 2 ايكوال لامدا 2 على لامدا 1. عوض كده. طيب انت عندك ايه؟ عندك الشمس يبقى مثلا دي تي 1 0.499 ماشي، ده الويف لينث اصلا. ماشي. الحراره الشمس بكام يا رجاله؟ استنى اهو جيفن اهي ب 6000، يبقى التي الاولى ب 6000، التي الثانيه انت عايزها، اللمضه الاولى بتاعت الشمس اهي 0.499، طب اللمضه الثانيه
بتاعت الجسم اهي 0.3 بس. هات التي 2 مفيهاش حاجه دي. 6000 ملتبلاي 0.499 على 0.3 تطلع لك 9980 كلفن. اللي بعده بيقول لك an electron is accelerated from rest through potential difference 1200 the de Broglie wavelength. طب خلاص بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم. سيادتك عارف ان الدي برولي ويفلنث ايكوال قانونه اتش على ماس اوف الكترون في الفيلوسيتي. طبعا الفي دي يا رجاله اللي هي ايه؟ فيلوسيتي. طيب هو انت عندك الفيلوسيتي؟ لا، تروح تجيبها من البوتنشال ديفرنس من القانون ده ان هو هاف ام في سكوير ايكوال اي في. صح، يبقى هاف ملتبلاي الماس 9.1 الماس بتاعت الالكترون 9.1 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 31 في الفيلوسيتي اللي انت عايزها سكوير ايكوال الاي 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19. طبعا رجاله كل الارقام الثابته دي جيفن في البوتنشال ديفرنس اللي هو 1200. تجيب الفيلوسيتي، شوف تطلع لك كام. يلا 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19 ملتبلاي 1200 ديفايد 0.5 ملتبلاي 9.1 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 31. كل ده تحت الروت تطلع لك برقم كبير جدا 2 0 5 4 2 1 0 3 بوينت 64. طبعا احطها فوق انسر، مش هكتب كل ده تاني. الاتش بقى انت حافظها او جيفن 6.625 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 34 الماس 9.1 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 31 والفيلوسيتي احطها انسر. يطلع لك الناتج كام بقى؟ 6.625 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 34 دي الاتش على الماس 9.1 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 31 فانسر. يطلع لك الويف لينث 3.54 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 11 3.5 اهي 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 11. ماشي، اللي بعده. يلا رجاله، بيقول لك ايه؟ بيقول لك the figure shows the collision of an X-ray photon with free electron. طبعا رجاله collision X-ray photon مع free electron يبقى انت كده ايه؟ Compton effect. ها؟ Compton effect. The data of the incident photon and the scattered photon are as in the shown figure. Therefore, the incident photon losses قد ايه after collision؟ هيخسر قد ايه الفوتون ده؟ طب خلاص from its energy. طبعا هو عايز الانرجي. ماشي. الانسيدنت فوتون الويفلنس بتاعه اسمه لامدا، كأن الانرجي اسمها ايه. بعد الخبطه طبعا الطاقه بتقل فالويفلنس بيزيد، فالويفلنس بقى 7 على 5. بس انا ما بشتغلش بالويفلنس، انا بشتغل بالانرجي، وانا عارف ان الانرجي والويفلنس يا رجاله انفرس. طالما الويفلنس 7 على 5 يبقى الانرجي 5 على 7 اي. يبقى هو خسر كام؟ الماينس. طبعا اللي الالكترون خسروا سوري اللي الفوتون خسروا، اللي الفوتون خسروا الالكترون خدوا. يعني مش لازم كان يسالك ذا انسيدنت فوتون لوسز قد ايه، لا ممكن يقول لك ذا انرجي اوف الكترون برضه عادي. يبقى اذا يا رجاله انا ما بشتغلش بالويفلنس، بشتغل بالانرجي. دي اي هنا اللامدا 7 على 5 يبقى الانرجي 5 على 7. يبقى هو خسر كام؟ 1 ماينس 5 على 7 2 على 7 تقريبا 2 على 7 اي. ده اللي الالكترون خده برضه، يبقى هو خسر 2 على 7 اوف اتس اوريجينال انرجي. ماشي. بيقول لك what is the minimum amount of energy that an electron in hydrogen atom in the ground state must be absorbed in order to completely freed. خلاص طبعا سيادتك ده قانون عبيط جدا في الهيدروجين اتوم. انت عارف ان طاقه الفوتون ايكوال انرجي هاير ليفل ماينس انرجي لور ليفل. حلو، يبقى طاقه الفوتون بتساوي، مش هنحول عشان هو عايزها بالالكترون فولت، يبقى طاقه الفوتون بتساوي الانرجي بتاعت الهاير ليفل. هو بيقول لك كومبليتلي فريد يعني طلع بره خالص، يعني وصل للانفينيتي. صح كده؟ يبقى الهاير ليفل بتاع سيادتك هو الانفينيتي. طاقه الانفينيتي دايما بكام؟ بزيرو ماينس اللور ليفل. هو كان في الجراوند ستيت يعني ليفل 1 يبقى نيجاتيف، ده اللور ليفل. ها يبقى الهاير ليفل انفينيتي ماينس اللور ليفل 1 يبقى 0 ماينس نيجاتيف 13.6 على ان سكوير اللي هي على 1 سكوير يعني. يبقى تطلع لك كام؟ تطلع لك اكيد يعني 13.6 بس يعني عملتها 0 ماينس نيجاتيف 13.6 على 1 سكوير تطلع لك 13.6 الكترون. عادي عوضنا انرجي هاير ليفل ماينس انرجي لور ليفل، انرجي الانفينيتي ماينس انرجي 1. خلاص دلوقتي الاجابه دي. السؤال اللي بعده في كل جي تيوب اللي بتطلع الاكس راي if the potential difference between the filament and the target
بالرقم ده. the minimum wavelength. طبعا يا جماعه من المينيمم wavelength يعني هو بيكلمك عن الكونتينوس اكس راي، صح كده؟ الكونتينوس اكس راي كان بيطلع بسبب ايه؟ الريبالشن بتوين الاميتد الكترونز فروم ذا فيلمنت والالكترونز فروم ذا تارجت. الالكترونز طلعت فينا الكترونز بيحصل بينهم ريبالشن، الريبالشن ده بيؤدي الى فقدان طاقه هذه الالكترونز، فقدان طاقه الالكترونز بيطلع في صوره فوتون، ولذلك ساعتها القانون اللي احنا كتبناه ان الطاقه المفقوده الكاينيتيك انرجي لوست في الالكترون، الطاقه المفقوده في الالكترون بسبب الريبالشن هي طاقه الفوتون يا رجاله. ده القانون اللي احنا بنحل بيه فين؟ في الكونتينوس اكس راي. حلو، عوض بقى. والله ممكن الكاينيتيك انرجي تفك هاف ام في سكوير او اي في، انت معاك ايه؟ معاك بوتنشال ديفرنس يبقى نفكها ايه؟ اي في. هو عايز طاقه الفوتون ايه؟ الويف لينث يبقى اتش سي على لمبه. عوض بقى، يلا عوض هنا. الاي 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19، البوتنشال ديفرنس بكام؟ 148 بس كيلو، فلازم اعمل لها ملتبلاي 1000 ايكوال الاتش اللي انت حافظها 6.625 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 34 في السي اللي هي 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 10 باور 8 على الويف لينث اللي انت عايزه. يلا احسب بقى الويف لينث اهي على 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19 ملتبلاي 148,000. طلع لك طبعا، ويطلع لك بالمتر يا رجاله، طلع لك الويف لينث بكام؟ ب 8.393 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 12. حلو كده؟ طبعا متر. هو عايزها ايه؟ هو عايزها بالنانو متر. نانو يبقى عاملها ملتبلاي 10 باور 9. النانو يبقى ملتبلاي 10 باور ايه؟ 9 ملتبلاي 10 باور 9 تطلع لك 8.393 اللي هي 8.4 ملتبلاي 10 باور 3. الاجابه سي. طيب بيقول لك انهي واحده من دول تعبر عن الابسوربشن باي ذا اتوم، يعني هو بيمتص طاقه. هنا ده بيطلع اصلا، مفيش الرسمه دي. ازاي يطلع ويطلع طاقه؟ هو لو بينزل يطلع طاقه، دي بينزل يطلع طاقه. اوكي، يبقى دي بتأمت فوتون مش بتابزورب برضه، بتطلع فوتون. طيب دي نزل لها فوتون امتصته وطلعت، دي ابزوربشن. صح، هي دي الاجابه. طب ده بقى ستيميوليتد ايميشن. يعني ايه ستيميوليتد ايميشن يا رجاله؟ يعني هو كان فوق جاله فوتون، الالكترون ده كان فوق جاله فوتون، خبطه ونزله طلع فوتون، بقى 2 فوتونز مع بعض. طبعا الاجابه بتاعتنا 2. طبعا الاخيره اللي ستيميوليتد ايميشن دي يا رجاله في الايه؟ في الليزر. يا حبيبي ده يا حبيبي اطلع بقى، يلا بينا. الراجل بيقول لك ايه؟ استنى بس نمسح الحاجات دي. يلا بينا. بيقول لك if a laser beam is incident in one face of the triangular glass prism, the beam will emerge from the prism. طبعا يا جماعه الليزر بيدخل البريزم، هو الراجل ده هيتكسر ولا مش هيتكسر؟ هو اكيد هيتكسر. ليه يا جماعه؟ هي اصلا اللايت بيتكسر ليه؟ لانه بينتقل من ميديم لميديم. يعني هو كان في الهواء، دخل في الازاز اللي هو في البريزم، وبعدين طلع من الازاز للهواء، فكده كده هيتكسر. اوردينري لايت بقى ليزر، سبب الانكسار هو الانتقال من ميديم لميديم. لكن يا رجاله هل الليزر هتعملوا اناليسيز للسيفن كلرز؟ لا. ليه بقى؟ لان هم بيتعمل لهم اناليسيز لالوان مختلفه، او بيتعمل لهم تحليل لالوان مختلفه في الاوردينري لايت. ليه؟ لان هو الاوردينري لايت ده جواه الوان كتير، وكل لون ليه ويف لينث، وكل ويف لينث ليه زاويه انكسار. فلما يدخل كل لون ليه زاويه انكسار مختلفه فيتعملوا اناليسيز للسيفن كلرز. لكن بالراحه بقى، الليزر ده ليه كام ويف لينث اصلا؟ 1. فهو هيتكسر للانتقال من ميديم لميديم، بس هل هيتحلل؟ لا. يبقى اذا deviated from its path without dispersion، يعني هيتكسر بس مش هيتعمل له تشتيت. يعني دي كده رجاله، يعني هيتكسر deviated يعني ايه؟ ينحرف، يعني هيتكسر سنه، بس without dispersion يعني مش هيتشتت، مش هتعمل له اناليسيس للسيفن كلرز. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك in the process of 3D imaging of an object using مش عارف ايه the path difference between كذا 2 على 3 لامدا، عايز الفيز ديفرنس. طبعا القانون بتاع الليزر الوحيد ان الباث على الفيز ايكوال لامدا على 2 باي، او الفيز على الباث 2 باي على لامدا، ايا كان انت حافظها ازاي. هو مديك الباث بكام؟ ب 2 على 3 لامدا، يبقى الباث 2 على 3. بنعوض يا رجاله، يبقى 2 على 3 لامدا على الفيز اللي انت عايزها ايكوال لامدا على 2 باي. خلاص، طبعا اللامدا تروح مع اللامدا،
انا عايز ده يبقى ده في ده، ده في ده على 1، يعني 4 على 3 باي. بس كده. فين 4 على 3 باي؟ اهي. ماشي. طبعا خلي بالك ان ممكن يكتبها لك كده 4 على 3، بس ما يكتبها لكش بقى 4 على 3 باي، يكتبها لك 4 على 3 ملتبلاي 180. ما هي الباي دي ديجري بقى، فتطلع لك مثلا رقم تاني. كام مثلا؟ 4 على 3 ملتبلاي 180 240. فممكن يكتبها لك هنا 240 ديجري. 240 ديجري صح برضه. فتخلي بالك ان الباي دي ممكن يعوض لك عنها، فما تقلقش عادي، انت مطلع صح. طيب ممكن يكتبها لك كده 4 على 3 ملتبلاي 3.14 برضه صح، اللي هي الباي العاديه. فتخلي بالك ما تتلخبطش، انت كده كده مطلعها 4 على 3 باي، فانت مطلع صح. خليك واثق من اجابتك. لو في حاجات مختلفه شوف هي ايه ازاي. ماشي. بيقول لك عندك تو ستيونز اكس واي، هما الاثنين موصلين دايود مع باتري وسنسيتيف جالفانومتر. when student X performed the experiment the galvanometer pointer showed no deflection. الطالب الاولاني المؤشر ما اتحركش. however when student Y performed the same experiment using the same apparatus under the same conditions the galvanometer pointer deflects to half. اتحرك يعني المؤشر اتحرك. تفتكر ده معناه ايه؟ اكيد يا جماعه الطالب الاولاني كان موصل الدايود باكورد كونكشن، لان انت عارف ان في الباكورد كونكشن اللي بيحصل كارنت ما يعديش، بيبقى الكارنت داخل عكس الدايود فمش بيعدي. بس يبقى ستودنت اكس عامل باكورد كونكشن. ستودنت اكس كونكتد ذا دايود وز ريفرس. طبعا ريفرس بياز هي باكورد كونكشن، يبقى دي الاجابه يا رجاله. سؤال عبيط ما فيهوش حاجه. ماشي. بسم الله. بيقول لك انت عندك هنا ان بي ان ترانزستور represented as two equivalent diodes. طبعا انت عارف ان الترانزستور اصلا الترايود هو عباره عن تو دايودز. ازاي؟ ما هو وانت عارف ان الترانزستور عامل كده اصلا صح؟ ان بي ان مثلا او بي ان بي، هو اسمه ايه؟ ده اسمه ان بي ان. ماشي، يبقى ان بي ان. فهو عباره عن تو دايودز، يعني كانك فصلتهم اهو. بص كده، ادي البي مع الان، والناحيه الثانيه ادي البي برضه مع الان. بس فعشان كده بيقول لك هو ترانزستور بس انا فصلت تو دايودز صح. طب لو انا عايز ارسمها، خلي بالك ان الدايود كان عامل كده صح. ظهر الدايود او الحته الطويله بتاعت الدايود دي كانت بوزيتيف ووشه كان نيجاتيف، فكأن ده البوزيتيف وفي من هنا نيجاتيف وفي من هنا برضو ايه نيجاتيف. فدي كده رسمه الان بي ان وهو ايه فصلهم. ماشي. المهم عايز بقى بيقول لك the impurities concentration in the emitter is greater than the collector. طبعا الجمله دي صحيحه. طب هو عايز ايه اصلا؟ طب تعالى نشوف المطلوب تحت ايه عشان نعرف نفكر. بيقول لك بعد 3 جمل كده which of the above statements correctly explains why the width of emitter base depletion region. فين الاميتر والبيز؟ اللي هي الحته دي يا رجاله. انت عارف اميتر بيز كولكتور. بيقول لك الدبليشن ريجن اللي بين الاميتر والبيز، يعني الحته دي مالها؟ is smaller than that of collector base. اصغر من الكوليكتور مع البيز. ليه؟ تعال نشوف. اولا بيقول لك الكونسنتريشن بتاع الامبيورتس في الاميتر اكبر بكتير من الكوليكتور. اكيد هو اكبر بكتير جدا اصلا. ماشي دي صح. فطبعا بما ان الكونسنتريشن بتاع الامبيورتس هنا اكتر، فالدبليشن ريجن بيكون ايه؟ اصغر. ماشي. يقول لك the emitter based junction is forward based. طبعا خلي بالك بقى ان عشان الكرنت يعدي جوه الترانزستور كان في 3 شروط يجب تحقيقهم، وانت حافظهم زي اسمك. الاميتر يتوصل فورورد، والبيز يتوصل فورورد، لكن الكوليكتور يتوصل باكورد. اميتر بيز كوليكتور فورورد باكورد. اوعى تكون ناسي، عشان الكرنت يعدي جوه الترانزستور بحقق 3 حاجات: اميتر بيز كوليكتور فورورد باكورد. اوكي؟ يبقى طبعا فهو قال لك الاميتر والبيز ان هما الاثنين متوصلين فورورد، ايوه، والكوليكتور متوصل باكورد، فالجمله دي برده صح. طبعا فبما ان ده فورورد وده فورورد فالبوتنشال بارير بيقل. هو بيسالك ليه الدبليشن ريجن او البوتنشال بارير ما بين الاميتر والبيز بيقل. اولا عشان الكونسنتريشن بتاع الاميتر اكبر بكتير من الكوليكتور، ايوه طبعا، فده بيخلي البوتنشال بارير قليل. عشان دول متوصلين فورورد فالبوتنشال بارير برده قليل، فالجملتين دول صح. ماشي. بيقول لك الالكترونز are injected from the emitter into the base where
where ايه في كلمه استنى مش شايفينها نمسح. where recombination occurs consuming a percentage from the electrons. يعني ايه؟ نرسمها بقى تاني. يعني ايه؟ يعني الراجل بيقول لك في شويه من الالكترونز بتتحقن جوه او بتدخل يعني جوه البيز و consuming percentage بتضيع شويه من الالكترونز. هي برضو بص عشان اقول لك على حاجه يعني. هي الجمله دي برضو صحيحه حقيقه. هما 3 جمل صح. بس هو بيسالك ايه اللي بيخلي الدبليشن ريجن قليل؟ اللي بيخلي الدبليشن ريجن قليل اولا ان الكونسنتريشن بتاع الاميتر اكبر بكتير جدا من البيز فبيخلي البوتنشال بارير صغنن. ماشي دي اول حاجه. تاني حاجه ان الاثنين متوصلين فورورد يعني فالاجابه 1 و2. الاجابه ايه؟ دي يعني وجهه نظري المتواضعه. هم 3 اجابات صح يعني صح. يعني الالكترونز بتدخل جوه البيز. هي طبعا الالكترونز بتدخل جوه البيز بس هل ده سبب ان البوتنشال بارير يكون قليل؟ لا اعتقد ذلك يعني. فالاجابه ان شاء الله ايه؟ ماشي. السؤال اللي بعده. خش يا رجاله سؤال 33 بيقول لك ايه؟ from the opposite figure the equivalent resistance between B و D. خلي بالك هو مش عايز equivalent resistance في السيركت كلها. هو عايز ما بين B و D. فين B؟ اهي. فين D؟ اهي. سهله. 6 بارل مع 3 2 2 4 6 6 بارل مع 6 3. ماشي يبقى اول واحده 3. عايز ايه تاني؟ the current in the circuit. عايز الاي توتال. طبعا الاي توتال في توتال على ار توتال يعني 6 على هم دول كام قلنا؟ 3 و9 كام؟ 12 تطلع 0.5 امبير. ده سؤال ما فيهوش حاجه. الاجابه سي. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك في المنظر اللي قدام سيادتك ده part of electric circuit if the reading of voltmeter V2 is 0. الله ماشي. عايز V1. ركز بقى معايا. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال ده حلو قوي 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 يا رجاله. الفكره ان فولتميتر 2 ده حوالين ريزيستنتين. ماشي. فبالمنطق بص انا شغل دماغي ازاي بالراحه خالص على الهادي. الكرنت ده جاي كده صح؟ والله لو الكرنت في الريزيستنس دي ماشي في نفس الاتجاه معنى كده ان الفولتج ده والفولتج ده هيتجمعوا كده. مستحيل الفولتميتر يبقى بزيرو. هو بيقول لك انا عايز في2 بزيرو. ما هو في2 ده حوالين ريزيستنتين وكل ريزيستنس ليها كرنت لان دول مش سيريس. ما انت شايف بقى يعني انت كبرت ان انا اقول لك ان في هنا نقطه وفي كرنت جاي من هنا وقايل لك عليه اهو وفي هنا كرنت وفي هنا كرنت مختلف صح؟ لو الكرنت ده ماشي في نفس الاتجاه كده انا هجمع الفولتج فمستحيل يبقى في2 بزيرو. يبقى اكيد الكرنت اللي هنا ماشي كده. ده مبدئيا ماشي عشان يبقوا ماينس فلما ماينسهم يطلع الناتج بزيرو. ماشي. فاقدر اقول ان الفي 2 بتساوي الاي ار دي اللي هي 3 باي 4 ماينس الاي ار دي اللي هي الاي اللي انا مش عارفها في الار اللي هي ب 6. حلو. اقدر اطلع الاي. طبعا كل ده بزيرو يا رجاله. ها اقول لك في 2 بزيرو. حلو. اقدر اطلع الاي تطلع لك كام؟ 12 ديفايدد 6 تطلع 2 امبير. يبقى انا اقدر اقول ان الكرنت اللي جاي من هنا ده ب 2 امبير. حلو. فكده بقت المساله عبيطه بقى. طبق الكيس اللي هنا داخل 3 وداخل 2 يبقى داخل 5 يخرج 5 امبير. تبقى دي 2 باي 5 الفولتج اللي هنا يعني تطلع 10 فولت. سؤال حلو جدا يا رجاله. سؤال حلو قوي 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 قوي. اللي بعده بيقول عندك 3 ويرات وعايز الفورس بريونت لينث على واير واي. فين واير واي؟ اهو. طبعا يا جماعه دول 3 بارل وايرز يبقى انت عندك 2 ميوتشوال فورسز. انا عايز الاف توتال على واير واي. الميوتشوال فورسز واحده بين واي اكس وده بيحصل بينهم الكرنتات مع بعض فبيحصل بينهم اتراكشن دي اسمها اف واي اكس والثانيه اف واي زد. الكرنتات برضو مع بعض برضو بيحصل بينهم اتراكشن اف واي زد. طبعا انت عارف في الميوتشوال فورسز كرنتات مع بعض اتراكشن عكس بعض ريبلشن. دول مع بعض اتراكشن فهو يجي كده. دول برضو مع بعض اتراكشن فهو يجي كده. يبقى الاف توتال عباره عن ماينسهم. يبقى اف واي اكس ماينس اف واي زد. عوض بس. طبعا انت عارف الميوتشوال فورس بالمناسبه يعني قانونها ايه عشان انا كنت هعوض على طول ميو اي 1 اي 2 في اللينث على 2 باي دي. ماشي. 4 باي ملتبلاي 10 باور 7 بالميو. خد اي واي واي اكس 5 ملتبلاي 2. هو قال لك يونت لينث يعني لينث ب 1 على 2 باي. المسافه بين واي واكس كام؟
5 سم يعني 0.05 ماينس الميو تاني اي واي اي زد 5 ملتبلاي 10 على 2 باي المسافه بينهم 0.15. قشطه تطلع لك كام؟ ماشي 10 على 0.05 كام؟ 50 على 0.15. طلعت لك الاجابه يا وحش 2.67 فين؟ ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5 اهي. قشطه سؤال عبيط برضه. السؤال اللي بعده بيقول لك عندك 2 وايرز زي ما انت شايف كده، واللي هناك ده ب 1 امبير. يا ترى الماجنتيود والدايركشن بتوع الكرنت بتاع واي عشان التوتال ماجنتيك فورس يبقى بزيرو. طبعا كلمه زيرو تبقى انت نيوترال بوينت. طيب نيوترال بوينت بي 1 ايكوال بي 2 ده اولا. 3 خطوات بي 1 ايكوال بي 2 في المنطقه الايه؟ النيجاتيف. يعني ايه المنطقه النيجاتيف يا رجاله؟ يعني المنطقه اللي فيها التو فيلدز عكس بعض. طب خلاص الكرنت ده بيعمل ماجنتيك فيلد داخلي اكسات، يبقى لازم ده يعمل خارج. عشان يبقى خارج لازم يبقى لتحت طبعا مش لفوق، يبقى اذا الدايركشن داونورد. السؤال عبيط اصلا يعني. ماشي خلاص وانت شغال ايه؟ اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2. الاي اللي هناك بواحد ومسافتها لحد نقطه ام ب1. الاي الثانيه عايزينها ومسافتها لحد نقطه ام ب3، تطلع لك 3 امبير. سؤال عبيط يعني مش محتاج اصلا حل. بيقول لك عندك موتور consists of single coil connected to commutators. The motor starts rotating from the position where the coil is parallel to the magnetic field. وده الوضع الطبيعي ان الموتور الرجاله بيبدا parallel للمagnetic field. At the instant when the coil becomes perpendicular، لما الكويل بقى perpendicular بقى to the field all the following equal zero. خلي بالك اوعى تنسى يا رجاله النوته اللي احنا عدناها وقلناها 100 مليون مره في الموتور يا رجاله. دايما الكوميتيتورز بربنديكولار على وضع الكويل. في الموتور الكوميتيتورز بينهم ماده عازله، ودايما الماده العازله دي بربنديكولار على وضع الكويل. تاني لما انت بتحط ريكتيفايرز او كوميتيتورز عباره عن تو انسيوليتد هافز اوف سلندر، نصين سلندر بينهم ماده عازله صح؟ دايما الماده العازله دي بربنديكولار على وضع الكويل. يعني لو الكويل باراليل للماجنتيك فيلد بتبقى الماده العازله دي بربنديكولار. طب لو الكويل بربنديكولار بتبقى الماده العازله دي باراليل. اوكي خلي بالك بقى، هو قال لك انا عايز الكويل بربنديكولار على الماجنتيك فيلد، يبقى الماده العازله باراليل للماجنتيك فيلد. يعني كده الماده العازله بتلمس البرش، دي شرحناها مليون مره. يبقى كده الماده العازله بتلمس البرش. طالما الماده العازله بتلمس البرش يبقى مفيش كرنت بيدخل اصلا، يبقى الاي اللي داخله بكام؟ بزيرو. حلو، يبقى الاي اللي داخله بكام؟ بزيرو. يبقى التورك بزيرو. هو عايز ايه؟ كله بزيرو ما عدا، يبقى ده بزيرو. الماجنتيك ديفلوبمنت قانونه ايان، الاي بزيرو يبقى ده كمان بزيرو. الفورس قانونها بيل، اي حاجه فيها اي بزيرو. يبقى اكيد السبيد اوف روتيشن. ليه؟ لان السبيد اوف روتيشن ما بتقفش لما يبقى بربنديكولار، في انيرشيا، الانيرشيا بتخليه يعدي، فالسبيد اوف روتيشن هي اللي ما بتبقاش ايه؟ بزيرو. قشطه يا رجاله؟ فاهمين يا رجاله؟ ماشي. يا ريت يا جماعه الناس ايه لو حد مش فاكر حته الموتور دي يراجعها سريعا بتاعت الماده العازله دي. طيب بيقول لك دينامو كويل ستارتس روتيتنج فروم فيرتيكال بوزيشن. طبعا فيرتيكال بوزيشن ده اللي هو يا رجاله بربنديكولار بوزيشن، وده الوضع الطبيعي لبدايه الحركه في الموتور. الفريكونسي بتاعه ب 50 هرتز والام اف ماكسيمم بتاعته ب 100 فولت. بيقول لك ذا تايم ريكوايرد فور ذا انديوز دايركت موتور فورس 50 فولت. عايز التايم بتاع ال 50 فولت فور ذا فورث تايم، يعني وصل لل 50 فولت للمره الرابعه. ايه الحوار ده بقى؟ صلي بقى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص انت عارف اصلا اساسا ان الدينامو الويف بتاعته عامله ازاي؟ عامله كده. اي فاليو للاي ام اف يا رجاله بتتكرر كم مره؟ اي فاليو للاي ام اف ما عدا الماكسيموم بتتكرر 4 مرات. فين هم؟ مرتين بوزيتيف ونفس المرتين بس نيجاتيف. صح؟ صح. لو انت اول مره توصل هنا يا رجاله، يعني انت اول مره توصل للفاليو، يعني انت هنا اول مره توصل للفاليو بتاعتك اللي هي 50 فولت، فالانجل بتاعتك اسمها ثيتا عادي اللي هي انجل اوف روتيشن. طب لو انت تاني مره هنا الانجل بتاعتك اسمها 180 ماينس ثيتا. ليه؟ لان انت حسبت الثيتا مثلا ب 20 اي حاجه، يبقى خلي بالك ان الانجل اللي انت بتحسبها دايما محسوبه من الاكس اكسس. يعني دي كده 20 انت حسبتها ب 20 الانجل اوف روتيشن، ودي ب 20 ودي ب 20 ودي ب 20. صح؟ انا بفكرك اهو. حلو. اوعى تنسى بقى ان الثيتا بتاعتي دايما محسوبه من الستارتنج بوزيشن او من البربنديكولار بوزيشن، يعني الانجل اللي انا بقعد بيها في الرول لازم يكون محسوب من هنا. حلو. فلو انت وصلت هنا يعني اول مره توصل مثلا ل 50 فولت وطلعت الانجل ب 20، فانت كده مشيت 20 لفيت 20. طب لو انت هنا
انت كده لفيت 180 ماينس ال 20، ما انا عايز اوصل هنا. طب لو انا هنا انا كده لفيت ال 180 زائد ال 20، يعني 180 بلس الثيتا. طب لو انا هنا يا رجاله انا كده عملت اللفه كلها 360 ماينس الحته بتاعتي، يبقى 360 ماينس ثيتا. طبعا النقطه دي احنا شارحينها من زمان، اوعى حد ينساها. ماشي. هنحل ازاي طب يا عم عبد الله؟ ممكن كذا طريقه. اول طريقه بص، بما ان هو طالب تايم يا رجاله في الدينامو، وانا معايا التايم الثاني. ايه ده؟ فين التايم الثاني ده يا عبد الله اللي معايا؟ انت معاك البريودك تايم يا حبيبي، ما انت معاك الفريكونسي تجيب منه البريودك تايم. حلو. طالما في الدينامو طلب تايم وانا معايا تايم، ممكن احل بالرول ده اللي هو ثيتا 1 على ثيتا 2 ايكوال تي 1 على تي 2 بالراحه. ماشي. التايم الاولاني هو البريودك تايم اللي هو مقلوب الفريكونسي اللي هو كام؟ 1 على 50. حلو. ده كده البريودك تايم صح؟ بريودك تايم انت لفيت ايه؟ لفه كامله، يبقى الانجل بتاعت سيادتك 360 لفه كامله. هو بقى عايز التايم بتاع ال 50 فولت. طبعا يا رجاله ال 50 فولت دي اللي هي نص الماكسيمم فاليو. الانجل بتاعت نص الماكسيمم فاليو كام؟ 30. عملت شيفت ساين هاف. حلو. الانجل بكام؟ ب 30، بس انا واصل للمره الرابعه، يبقى 360 ماينس 30. ما هي دي الانجل اوف روتيشن بقى. المره الرابعه هنا فورث اهو. المره الرابعه 360 ماينس 30 اللي هي كام يعني؟ 330. خلصانه يا رجاله؟ شيفت سولف تطلع لك التايم ب 11 اوفر 600. سؤال حلو قوي عشان بيرجع لك على كذا نوته. طيب هل هي ليها طريقه حل ثانيه؟ كان ممكن تحل كده يا رجاله، ان الام اف انستنتينيوس ايكوال ام اف ماكس في ساين ثيتا. حلو. الام اف انستنتينيوس هو عايزها 50، الام اف ماكسيموم ب 100، ساين تجيب الثيتا، تطلع لك الثيتا دي يا رجاله ب 30. بس اوعى تنسى ان الثيتا دي الانجل اوف روتيشن محسوبه من وضع البدايه، هو عايزها للمره الرابعه، يبقى الانجل اللي انت تعوض فيها بالقانون بكام؟ 360 ماينس 30 اللي هي كام يعني؟ 330. فتقول لي خلاص يبقى الثيتا بتاعتي عباره عن 330. تاني ليه؟ تاني بالراحه. انا عايز اعمل ايه في الطريقه الثانيه دي يا رجاله؟ امسح كده. انا عايز اقول القانون ان الثيتا بتساوي 360 اف تي. حلو كده؟ حلو. 360 ثواني اهو. 360 الفريكونسي ب 50 والتايم انت عايزه. حلو. الثيتا دي يا رجاله الانجل فروم ذا ستارتنج بوزيشن. الثيتا دي الانجل من وضع بدايه الحركه اصلا. حلو. فانت لما حسبت الانجل اوف روتيشن طلعت كام؟ 30. بس هو عايزها للمره الرابعه. المره الرابعه اهي 360 ماينس 30، يبقى اللي هتقعد بيها هنا كام؟ 330. اللي تحطها هنا خليها بالاسود 330. تطلع لك التايم برضو 11 اوفر 600. فسواء حلتها بالنوته تمام خلاص، او حلتها بالرول، في جميع الحالات تخلي بالك ان نص الماكسيمم فاليو الانجل بتاعته ب 30، او انت عملتها شيفت سولف جبتها برضو ب 30، بس خلي بالك ان ال 30 دي من وضع البدايه، دي كده اول مره توصل لها. طب هو عايز رابع مره، تخلي بالك بقى من الحاجات دي. خلاص؟ ماشي. كمل. السؤال اللي بعده بيقول لك عندك دينامو عايز الماكس فلكس دنسيتي تعوض مباشر الرجاله. يلا الام اف ماكسيمم في الدينامو قانونها ايه؟ نبوي ان اي بي اوميجا. عوض. الام اف ماكسيمم بكام؟ 120. النمبر اوف تيرنس اهي ب 250. الاريا اهي 4 اوفر باي متر يعني كمان مش هتتحول. البي هو عايزها. الاوميجا مفكوكه يا رجاله 2 باي اف. عوض يبقى 2 باي. طب الفريكونسي بكام؟ الفريكونسي 1 على البريودك تايم، يعني 1 على زمن اللفه اهو 20 بس ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. حلو. يطلع لك البي بكام؟ 120 250 ملتبلاي 4 على باي ماشي ملتبلاي كام؟ 2 باي و 1 على البريودك تايم اللي هو 20 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. تطلع لك البي ب 1.2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 يا رجاله. ماشي. اللي بعده بيقول لك
اي سي سيركت فيها اي سي سورس، افكتيف فولتج بكذا والفريكونسي بكذا. في الجيفن ده عايز البوتنشال ديفرنس اكروس ذا كاباسيتور، عايز الفولتج اللي هنا يا رجاله. طبعا الفي اللي هنا يا رجاله ايكوال اي اكس سي. خلاص ماشي، ده قانون اي اكس سي. طب انا مش معايا الاي، طب خلاص يبقى تعالى بقى نجيب الاي. الاي قانونها ايه يا شباب؟ الاي بتساوي في على زد. برافو عليك. الزد بقى قانونها ايه؟ الفي بكام الاول؟ الفي ب 50. الزد بقى قانونها ايه يا رجاله؟ روت ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي هول سكوير. الفكره بقى انت ما عندكش ولا اكس ال ولا اكس سي، احسبهم. الاكس ال قانونها ايه يا رجاله؟ 2 باي اف ال. عوض 2 باي، ثواني اكتب ادري اهو، 2 باي الفريكونسي بكام؟ 600. 2 باي اف ال، الاكس ال 2 باي اف ال، ال بكام؟ 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. طب ما معكش الاكس سي احسبها، 1 على 2 باي اف سي، يبقى 1 على 2 باي الفريكونسي ب 600 والسي عندك فوق اهي 10 مايكرو، يعني 10 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6. تعال نجيب الاكس ال والاكس سي عشان نعوض ونجيب الزد ونجيب الاي. يلا بينا. 2 باي الفريكونسي 600 في 4 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 طلعت بكام؟ طلعت ب 15. حلو. طب الاكس سي 1 على 2 باي في 600 في 10 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6 طلعت لك 26.526. حلو. اطلع بقى هات الزد. يلا رول مختلفه، يبقى الزد بيساوي روت الار ب 20 سكوير بلس الاكس ال 15 ماينس الاكس سي 26.526 اول سكوير. تجيب بقى ايه؟ الاي. يلا يبقى في على روت 20 سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي اول سكوير. طلعت لك الاي برقم غريب كده 2.1. يا عم بقى ما تعرفنيش، 2.166 امبير. هو بقى عايز مين؟ الفولتج اللي هي اي في اكس سي. الاي اللي هي 2.166 في الاكس سي اللي هي 26.526. تطلع كام بقى؟ 26.526 تطلع لك 57.5 بالظبط. ايوه 57.5. يا رجاله هو سؤال سهل بس ايه، فيه قوانين كتيره بس. ماشي. راجع لك على اغلب رولز شابتر 4. بيقول لك circuit consists of inductor with negligible ohmic resistance self induction كم؟ 50 ملي هنري connected in series with ohmic resistance ب 10 وكاباسيتور ومديك السي بتاعته and AC source والفولتج بتاعه. عايز الفريكونسي في حاله الريزونانس. طبعا يا جماعه الفريكونسي في حاله الريزونانس قانون 1 على 2 باي روت ال سي، يعني 1 على 2 باي روت السيلف اندكشن 50 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. السي بكام بقى عشان مش فاكر؟ السي 0.05 بص السي 0.005 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 9 عشان نانو. ها ماشي. طبعا اللي هناك دي يا رجاله نانو فراد، يبقى 1 على 2 باي روت 50 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 ملتبلاي 0.005 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 9. تطلع لك الفريكونسي كده يا رجاله. هيطلع رقم كبير بس احنا طبعا هنظبطه. طلعت 31830.88. الكومه هتنط كام رقم بقى عشان هو عايزها بعد اول رقم، فممكن تنط 1 2 3 4 5 يبقى 3.1 ملتبلاي 10 باور 5. يبقى الاجابه مفيش غير واحده اصلا دي. طيب هو عايز حاجه ثانيه. the magnitude of the current. طبعا في الريزونانس يا رجاله الاي بتساوي في على ار، دي ما فيهاش حاجه. الفولتج ب 20 والار كانت بكام؟ فين الار؟ اهي ب 10. فطبعا تطلع 2 امبير. حلو. سؤال جميل وسهل الحمد لله. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه يا رجاله؟ بيقول لك if the maximum potential difference between the plates of fully charged capacitor is 20 فولت، يبقى الكاباسيتور مشحون على الاخر ب 20 فولت and the maximum energy stored in the capacitor in the form of electric field 160 مايكرو جول. ماشي. بيقول لك when the potential difference between the capacitor plates بقى 8 فولت والالكتريك انرجي
والانرجي ستورد ان ذا كاباستور بقت 30 مايكرو جول. then اللي عايز ايه بقى؟ بس في assumption يا رجاله. assuming that the ohmic resistance of the coil and the connecting wires is negligible. مفيش ريزيستنس في الكويل ولا في الواير. طبعا يا رجاله oscillating circuit اهو قايل اهو. في الاوسيليتنج سيركت يا رجاله بعد ما الكاباستور بيتملي بيكون الكاباسيتور، تعال نرسمها تحت كده، بيكون الكاباسيتور متوصل بالكويل صح؟ حلو. الكاباستور في الاول فول تشارجد يعني مشحون على الاخر. حلو. وهو مشحون على الاخر الفولتج بتاعته ب 20 فولت والالكتريك فيلد او الالكتريك انرجي بتاعته 160 مايكرو جول. حلو كده؟ كأن لسه فاتحين الكيو والكرنت ما مشيش. طيب بيقول لك لما تقفل الكي بقى والكرنت يعدي طبعا الكيو بتطلع فالفولتج اللي هنا بيقل. حلو. وطبعا الطاقه اللي متحوشه جواه بتقل. الطاقه بقت كام؟ بقت 30. طبعا يا جماعه التوتال انرجي في الحته دي ما ينفعش تتغير. ليه؟ لان الطاقه بتتحول من الكتريك انرجي لماجنتيك انرجي ومن ماجنتيك انرجي لالكتريك انرجي، فبتفضل نفس الطاقه. ليه؟ لان هو قال لك اسيومنج ان الكويل والوايرز مالهاش ريزيستنس. خلي بالك لان لو الكويل او الوايرز ليهم ريزيستنس الطاقه هتقل. خلي بالك بقى هنا الراجل حاطط الكونديشن المهم جدا او الاسامبشن المهم جدا ان الكويل والوايرز ما لهمش ريزيستنس، فالطاقه مش هتتغير مش هتقل. لان لو في ريزيستنس الطاقه هتقل مع الوقت. لكن هنا الوايرز دي ما لهاش ريزيستنس، يبقى الطاقه هتفضل زي ما هي 160، هتتحول من الكتريك لماجنتيك وماجنتيك لالكتريك. حلو. وهو مليان 160 بعد شويه بقى 30، يبقى كده الماجنتيك انرجي اللي هنا بقت 130. لازم تبقى توتال 160. حلو. يبقى الماجنتيك انرجي اهو زي الكتريك انرجي ستورد ان ذا كويل ماجنتيك فيلد بكام؟ بالباقي 130 اهي. يبقى ده او ده. امين امين لحد دلوقتي؟ امين. اوعى تتلخبط ها عشان مفيش ريزيستنس. طيب يا ترى بقى هو عايز ايه تاني؟ هو عايز الاندكتور او الانديوز الكتروموتيف فورس جنريتد ان ذا اندكتور. عايز الكويل جواه كام فولت يعني. خلي بالك ان بعد شويه من الاستخدام الراجل ده كان 20 ها، بعد شويه من الاستخدام الكيو قلت والفولتج قل، فالراجل ده بقى بكام دلوقتي؟ بقى ب 8 فولت. بالراحه بقى بصوا يا رجاله دي كلوزد باث، فلازم السمشن بتاع الفولتج كله يبقى بزيرو. حلو. ليه؟ لان انت عارف ان سمشن الفولتج في اي كلوزد باث من كيرشوف بزيرو. حلو. كانت 20 بقت 8. حلو كده؟ يبقى لازم ده كمان يبقى 8 فولت. ليه؟ لان الراجل ده لما الكرنت بيزيد بيعمل باكورد انديوس دي ام اف. لازم الباكورد انديوس دي ام اف اللي هنا تساوي فولتج مين؟ الكاباسيتور. ولازم تكون باكورد مش فورورد، عشان لما تكون باكورد يبقى التوتال فولتج بكام؟ بزيرو. يبقى الفولتج هنا ب 8. الراجل ده لازم يعمل 8 باكورد. حلو كده؟ يبقى اذا الفولتج اللي هنا ب 8 واتجاهه 8 هي خلاص دي الاجابه، بس اتجاهه ايه؟ باكورد. ليه؟ عشان لازم يبقى التوتال فولتج في اي كلوزد باث يبقى بزيرو. امين؟ كلام جميل. والسؤال ده عامه سؤال حلو جدا. سؤال رقم 43. خلاص فاضل لنا سؤالين. سؤال 43 يا رجاله بيقول لك ايه؟ light beam of wavelength lambda incident on sodium surface whose work function كذا maximum speed كذا. عايز الويف لينث. طبعا يا جماعه فوتونز نزلت على معدن، يبقى انت عارف القانون على طول ان kinetic energy of electrons equal E photon minus E work. الكاينيتيك انرجي قانونها ادي عبد الله، انت معاك الفيلوسيتي يبقى قانونها هاف ام في سكوير. في طاقه الفوتون انت عايز الويف لينث فهتفكها اتش سي على لامدا والورك فانكشن جيفن. تعال نعوض يلا. يبقى هاف الماس 9.1 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 31. الفيلوسيتي عندك اهي 1.2 ملتبلاي 10 باور 6، بس خلي بالك هاف ام في سكوير ايكوال الاتش انت حافظها 6.625 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 34. السي 3 ملتبلاي 10 باور 8 على الويف لينث ماينس الورك فانكشن 2.3، بس خلي بالك دي الكترون فولت فلازم تحولها لجول 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19. دي التحويل بس. يطلع لك بقى الويف لينث. احسبه انت. مش هحسبه، السؤال تعود مباشر اساسا. ماشي. بس خلي بالك بالمناسبه هنا الويف لينث يا رجاله هيطلع لك بالميتر. هيطلع لك بالايه؟ بالميتر. هو عايزها نانو متر، فلازم بعد ما تطلع تعملها ملتبلاي 10 باور 9 عشان تظبطها بالنانو. ماشي. سؤال 44 بيقول لك في المنظر ده يا رجاله عايز ايه؟ if the diode الريزيستنس الدايود ب 0.6 اوم. عايز الاميتر. طبعا الاميتر ده يا رجاله بيقيس اي توتال. خلاص ماشي. الاي توتال في توتال
على ار توتال. الفي توتال بتاعت الباتري ب 12، الار توتال الدايود الريزيستنس بتاعته ب 0.6، يبقى 0.6 بارل مع 0.12 بكام؟ ب 0.4. يبقى 0.4 صح؟ استنى كده اتاكد. 0.6 باي 0.12 على 0.6 بلس 0.12 تطلع لك 0.1 اصلا. طب تمام ماشي. يبقى اذا يا جماعه الايكوفالنت هنا ب 0.1. خلاص يبقى الار توتال عباره عن ايه؟ 0.1 بلس 1.4 اللي هي دي بلس 0.5 تطلع لك كام؟ دول كده 1.5 ونص 2 يبقى 6 امبير. يبقى الاجابه سي. السؤال العبيط طبعا ما فيهوش حاجه. خلي بالك احنا حسبنا ريزيستنس الدايود معانا ليه في الباراليل؟ لان الكرنت معدي جواه، الكرنت جاي من هنا هيجي هنا يتقسم كده وكده، فالكرنت معدي. لكن لو كان ده الدايود ده كان معكوس يا رجاله، يعني لو الدايود ده كان محطوط كده كان الكرنت مش هيعرف يدخل هنا، فكده كده كده كان هيتلغي ساعتها، كنا هنشتغل بدي بس. ماشي. السؤال اللي نخش على المقال يلا. بيقول لك فوتون اكس الويف لينث بتاعه 320، فوتون واي الويف لينث بتاعه بكام؟ بلامدا. بيقول لك ايه بقى؟ مومنتوم اكس 3 تايمز مومنتوم واي، يعني المومنتوم بتاع اكس 3 من المومنتوم بتاع واي. عايز منك ايه؟ عايز الويف لينث بتاع واي ده مبدئيا. طب خلاص المومنتوم والويف لينث دايركت ولا انفرس؟ لا هو الويف لينث كده كده انفرس والعاق. يبقى اقدر اقول مومنتوم اكس على مومنتوم واي ايكوال لامدا واي على لامدا اكس. اعوض مومنتوم اكس ب 320 صح؟ ده الويف لينث بتاع اكس 320، يبقى ويف لينث اكس هو 320. احنا عايزين ويف لينث واي. طيب المومنتوم اكس 3 واي، يبقى لو واي بواحد اكس ب3 تطلع لك لامدا واي ب 960 نانومتر. اوعى تنسى تكتب اليونت في المقال يا رجاله. ودي الستبس عشان ما حدش يقول لي اكتب في المقال. ماشي. بيقول لك identify the region of electromotive spectrum it belongs اللي هو مين؟ واي. واي بينتمي الى ايه؟ هنا يا جماعه الويف لينث بتاع واي 960 نانومتر. حلو. طبعا انت عارف ان الفيزابل لايت بيكون من 400 ل 700، فلو انت اكتر من 700 لو الويف لينث زاد معنى كده ان الطاقه قلت، بقت انت انفراريد. طب لو اقل من 400 الويف لينث قل، يبقى الطاقه زادت، بقت انت الترا فايولوت. يبقى اذا طبعا ده اكبر من 700، يبقى انت في الانفراريد ريجن. قشطه. السؤال الاخير بيقول لك consider the following 4 possible electronic transitions in the hydrogen atom من 2 ل 5 ومن 3 ل 6 ومن 7 ل 4 ومن 4 ل 1. بيقول لك in which transition does the atom absorb the maximum possible energy. طبعا اكبر طاقه يا رجاله لو انت واصل لليفل 1. طب لو في كذا واحد واصل لليفل 1 يبقى اكبر مسافه، يبقى اذا الاخير. ماشي. اقول له transition 4 what is the amount of energy in joules. طب خلاص اتفضل. طاقه الفوتون بتساوي الانرجي بتاعت الهاير ليفل ماينس الانرجي بتاعت اللور ليفل. هو نزل من فين؟ من 4 ل 1، يبقى افتح البراكت نيجاتيف 13 بوينتس. طبعا انت عارف ان طاقه الليفل عشان بس ما عوضش وخلاص نيجاتيف 13.6 على ان سكوير، ده في الهيدروجين. خلاص يبقى نيجاتيف 13.6 على كام؟ 4 سكوير ماينس نيجاتيف 13.6 على 1 سكوير، وتروح محول التحويله ملتبلاي 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19 عشان هو عايزها بالجول. تطلع لك كام؟ يلا بينا. نيجاتيف 13.6 على 4 سكوير ماينس نيجاتيف 13.6 على 1 سكوير، وتروح عامل ملتبلاي 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19. طلعت لك 2.04 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 18 جول. الحمد لله الامتحان ده اصلا كان امتحان بسيط. الحمد لله وشكرا لله يا رجاله، خلصنا الامتحان السابع. انا عايز اسوده بتحلها. ربنا معاكم يا رجاله. السلام عليكم.